اقول لك على حاجه، الناس كلها هتطلع تهاجم لي دلوقتي، اقسم بالله العظيم كواليتي صالح جمعه اجمد من، يعني الوحيد اللي اجمد من كل الجيل بتاع 2006 و2008 و2010، اجمد منهم. بس خلي بالك انت كده، خلي بالك صالح بتخبط في ابو تريكه. لا بتخبط في ابو تريكه. صالح خلي بالك ابو تريكه بس مش زي ابو تريكه، امكانياته اعلى امكانياته اعلى طبعا. لا بس عيني مش مصدقك يعني. يعني ما تقولش عيني، قلت عينك مش مصدقه ولا عيني ولا قلبي ولا ابو تريكه وشفت صالح. يا مساء الفل، يا مساء الجمال في حلقه جديده من توتو كوره. جماعه النهارده خلاص هنتكلم بعد ماتشات مصر في دور المجموعات في كاس الافريقيه، واحلى كلام مع الناس اللي كانوا بيطلعوا معانا في الرياكشن. معايا ايهاب ريان، مستر ريان حبيبي يا شاعر، الاخبار كله تمام؟ نجم الاهلي السابق ده. ومستر ادهم حبيب قلبي يا شاعر، ادهم ايه الاخبار؟ كله زي الفل. نجم بقى برتغال وانبي وطلع ومعانا بقى ايه نجم نيو جيزه ونص الملعب القادم في مصر واللي هيلعب معانا في كاس العالم. كابتن حسام لازم تيجي تلقي نظره عليه. كابتن محمد عطا لسه مخلص حبيبي يا كابتن شاعر والله. انا بضم صوتي لصوتك والله. يا ريت كابتن حسام ما يبصش علينا. مش بعيد على حسام. ايه الاخبار يا شباب؟ كله حلو، كله بونو. انتوا كنتوا معايا في ماتش مصر وانجولا وكنت معايا بس عطا وايهاب كانوا معايا في ماتش زيمبابوي. ماتش مصر وزيمبابوي. ادهم اللي كان معانا في انجولا هو اللي خلص علينا. ادهم في ماتش انجولا هو جيت خلصت على مصر كلها. ادهم جه باشا زيزو اللي خلص عليك. اوحش 90 دقيقه بس عايز اخد رايكم في عامه، مش في ماتش انجولا بس، عايز اخد رايكم في الثلاث ماتشات. يعني انت ابتديت ماتش زيمبابوي، كان كل الناس بتقول ان احنا المنتخب بيروح على الجون بتاع زيمبابوي وضاغط وبتاع بس الاداء ما كانش، او الناس كانت خايفه شويه. هتكلم على ماتش زيمبابوي وبعد كده اروح على ماتش جنوب افريقيا. فعايزك يعني اخد ارائكم كده وكل واحد يقول، يعني في الفري اتكلموا عادي. انا بالنسبه لي مش بودكاست رخم. بص سريعا كده، انا بالنسبه لي هاخد لك الثلاث ماتشات ورا بعض. انت بدات مش عارف انت هتعمل ايه، نازل لسه بتجس نبض البطوله. طبعا كان اداء وحش جدا، التشكيله مش صح، بس المميز في ان انت في الماتش الثاني تداركت كل ده، فده خلى مصر اتحطت في حته. انت زي ما انت قلت في الاول، مصر كانت هجوميا كويسه جدا، بس كان عندك مشكله واضحه قوي في الشناوي في الجون، الكره بتقع منه بسهوله. خط الدفاع ما كانش، طبعا كان حسام عبد المجيد هو اللي بادئ، ما كانش فيه كيمستري خالص ما بينه وما بين ياسر ابراهيم. حسام عبد المجيد ايهاب في الماتش بتاعه مش عارف فالحلو اللي حصل من حسام حسن ان هو تدارك الاخطاء بتاعه الماتش الاولاني بسرعه قوي. فدي حاجه خلتك اولا لما غيرت التشكيل كله فاق، الشناوي ظهر، رامي ربيعه لما لعب جنب ياسر ابراهيم فوق ياسر ابراهيم، خط الدفاع بقى شكله كويس، طريقه اللعب بقى، وده المميز ان انت مش ماشي اسطمبه واحده وانا هلعب كده عافيه وخلاص. لا، انا لقيت نفسي في ماتش زيمبابوي مش ماشي كويس والدنيا هتفرط مني، لا انا رحت مغير. ده معناه ان كابتن حسام مش زي ما الناس بتقول ان هو حد بتاع جرينتا بس، وحسام حسن لا بصراحه على الملعب ومش عارف بصراحه اللي عمله في ماتش جنوب افريقيا بيدل ان هو مذاكر. بس حسام ما بيكملهاش للاخر بصراحه. يعني ما انا برضو خلي بالك عندي مشكله مع ادم ان هو بيقول متحامل. حسام ما بيقولش كابتن حسام، حاسس ان هو كابتن حسام ده كان بيلعب معاه في مع حفظ الالقاب في جيله، فاهم؟ هو كابتن حسام. لا انا بالنسبه لي الماتش الاخير بقى هو ده اخر حاجه هقولها، ان هو احنا كلنا كنا دعمنا ومصر رايحه في حته كويسه، فكنا كله كان لازم كبير قوي بعد الماتش كان لازم الريتم بتاعك يكمل على ده. يعني كان لازم ماتش انجولا ده تكسب، كان لازم يبقى فيه بالانس ما بين، هو خلاص كان ضمن يا ادم، كان ضمن ماشي، بس ان انت تغير 10 انت اذيت اللي في الملعب كمان. يعني انت هات لي واحد في ماتش انجولا انت استفدت منه تقدر تقول لا ده ممكن تبقى تبديله حلوه، ده ممكن يلعب، ده ممكن يفيدك، ده لو ده اتصاب ده يشيلك. انا شايف ان احمد دعيد كان عامل ملحمه كان عامل ملحمه جامده جدا بصراحه، كان بيعقب، كان عامل حاجه كويسه. فده كونكلوجن سريع يعني. طب ليه انت حاسس ان شوبير ما طلعتش بالماتش ده من شوبير؟ لا انا ما هو يعني بصراحه عايز نقول كلام استوديوهات وكده، لم يختبر. يعني مفيش كوره، مفيش انفراده مثلا شالها، مفيش يعني ماتش عادي، ماتش وحش. يعني هو ستيبل، باين ان هو واثق من نفسه، الكلام ده كله، بس مفيش حاجه اقدر اقول عليها ده مميز فيها، ما راحش عليه كتير، فاهم قصدي؟ وبقيه الفرقه انا شايف ان هم لعبهم مع بعض اول مره يلعبوا مع بعض، ده بجد الاول مره يلعبوا مع بعض عادي. فالموضوع بصراحه فكره ان انت
تلعب 10 اول مره يلعبوا مع بعض دي انت اذيتهم هم نفسهم كمان. دي وجهه نظري. فلو حد بقى عنده شباب حاجه ثانيه بتهيئوا لا يقول. أنا انا عادي يعني. هخش انا يعني انا مش كابتن سيف زاهر هقول لك هسال لا، يعني. لا انا عادي يعني. كابتن انت جان اكتر من سيف زي انا بشعري ولا من غير شعر؟ انا ما انت ما تقلقش كام. انا بالنسبه لي ماتش زيمبابوي كان ماتش كارثي من وجهه نظري. طبعا كارثي؟ كارثي طبعا. طبعا. انت بتلاعب فرقه مسلمه نفسها خالص، بس انت كنت بتروح على الجون يا عطا قد كده. ما عشان وكمان- مسلمه كمان برضه عطا خلي نفسها بالك، انا خالص. عايز اقول لك على بس مش حاجه. كارثي. خلي إحنا بالك انت اتفرجنا على ماتش جنوب افريقيا وانجولا، قلنا الفرقتين جامدين قوي. جدا صح. لا زيمبابوي عملت ماتش على انجولا كويس، صح، عملت ماتش على جنوب افريقيا في الاخر خدوا ثقه من ماتش. لا هم ممكن كانوا وحشين قدامنا مليون في المية. لا، بس ما انت انا طبعاً بس انا ما بتكلم. عملتش ماتش كارثي. لا بس انت بالظبط. لا بس انت يعني الجدول حاسس كلمة خدمك. كارثي دي هقول الجدول لك قوية ليه. قوي. لا هقول انت لك ليه. الجدول ما خدمك يا تقوليش شاعر. هقول الجدول لك ليه. خدمك. لا بس هقول هو لك الجدول ليه. خدمك. الجدول خدمك. لا يا يعني جماعه انا ما بحبش احمد رياكشن- شوبير. انتوا لو اتفرجتوا على رياكشن ماتش مصر وانجولا هتعرفوا ليه انا بقول له ان هو ما بيحبش يا شوبير. عم شوبير جون جامد يا عم، ما قلناش لا حاجة. هو انا مع عطل ان لا يا ده ماتش كارثي. ما انا هقول لك ما أنا ليه. هقول لان لك، انت ما أنا- الجدول خدمك. انت لو اول ماتش ده كان جنوب لعبت جنوب افريقيا افريقيا انت وأنجولا يعني كنت كنت ممكن تطلع خسران 2-3 صح. صح. والبطوله كانت هتروح في حته ثانيه لا خالص. بس لا بس أنا- انا شايف ان أنا انت ليه؟ حظك حلو ان انت موزمبيق- قابلت زيمبابوي. زيمبابوي قصدي عملت كورتين في الماتش. صح وجابوا كورتين بس. جون. ما هو وانت ماشي بس انت رحت قد كده ما هو يعني. بيكلمك وجبت في كده بقى جونين. شاعر ان بس انت لو يبقى كنت مش ماتش خلي بالسوق بالك ده- يا مش شاعر ماتش كارثي. شاعر ده في كوره بعد الماتش بعد الجون الاولاني اللي دخل فينا أيوة، الواد اللي الشناوي بدل ما يطلعها بعيد نزلت أيوة، تحته أيوة. دي لو كنا خدنا التاني انت كنت كل بس سنه غير طيب كده بقى طول الماتش. ايوه يا ماشي باشا، كويس انت عشان ده بتهاجم العادي. وده الطبيعي مفيش حاجة انك لما اسمها ده تمسك العادي. ايوه خلي بالك. ما هو زيمبابوي. خلي بالك انت كنت ممكن تنهي الماتش. خلي بالك لولا بخبرات صلاح في الدقيقه حاجه و90 انت ممكن كان الماتش يطلع 1-1 كانت تبقى مصيبه. فلا ماشي، ماتش بس أنا طبعاً. كنت بص يا بروح باشا، وبهدد يعني. مش بروح مش ماسك كوره مثلا. يا مرموش مثلا مضيع له جونين ثلاثه، مش ماسك الكوره مثلا امام وعمال عاشور في اول ادورها. الماتش مضيع له انت جونين. اتكلم ماشي. ما انا هتكلم والله، انا بس مش عايز اقطعك. ما لا انت- قطع يا باشا. طيب أنا بص يا هنا- سيدي، ماتش كارثي من ناحيه ايه؟ من قول. ناحيه انه حاجات فنيه في الملعب. انت يا باشا كده ماتش زيمبابوي ده انت كده هتروح على الجون. خلاص لو لعبت بتشكيله ماتش انجولا انت هتروح على الجون. ماتش زيمبابوي ده باللي هم كانوا عاملينه، هم كانوا سايبين نفسهم خالص. هم جايين بيقولوا لك تعالى هات جون. خلاص فانت كده هتروح على الجون. انا مش قلقان من دي، انا قلقان من حاجات تانية تنظيميه. يعني انت ما ينفعش تبقى بتهاجم الاقي المساكين بتوعي عند ال 18 بتاعي، ارجع عشان ابني ولا ارجع عشان استحوذ، ارجع لل 18 بتاعي. ايه ده يا باشا؟ ده هو ده فيه كده؟ ما ينفعش. فاهم؟ فده يعني يبين لك ان لا، الناس دي مش متمرنه كويس. بس ده تمام. ده ما يقولش عليه ان انا عملت ماتش كارثي. لا عارف انا كارثي بالنسبة لي بقى عامل ليه؟ ماتش طب انا ما كارثي. جبتش بقى يعني ما تقدمتش، ما ترستش، ما دوستش، ارجع ورا. ما قال له ارجع ورا. عنده حق بيهددني. فكارثي من ناحيه ايه؟ من ناحيه ان انا خايف على ده لما الاقي منتخب اقوى شويه. طب جيت لقيت منتخب اقوى شويه ماتش جنوب افريقيا، انا بالنسبه لي 10 على 10. بس عشان غيرت الله ينور عليك. غيرت طريقه تمام؟ لعب وغيرت مشاكل معينه وزي ما انت بتقول رامي ربيعه جنب ياسر وبتاع، ناس لمت الموضوع ورجعت شوية. حمدي فتحي كان من اسوأ اللعيبه في ماتش زيمبابوي وهو بيلعب في نص الملعب. لما رجعته وخد هي المهام كانت غريبه اصلا بتاعت هو يلعب ورا. بالستتين في ماتش زيمبابوي بصراحه. دي لا هو كانت ما طبعا كلنا كنا قاعدين يعني بنصوت يا عم يعني يوم لا ما تعمل تغيير نزل حد وحمدي فتحي هجومي. كان هايل في البوزيشن اللي هو اللي ورا ده بصراحه. لا يعني لو حمدي هو- فتحي على فكره عامل بطوله كويسه جدا، حتى لما نزل ماتش انجولا يعني شاط ورانا حاجه غريبه يعني. جدا. فانا مش آه. متضايق من ده. من ماتش إمتى جنوب حمدي افريقيا انت عملت ماتش كويس جدا، بس انت الطرد خلاك أثر تنزل طبعاً. الشوط الثاني انت بتلعب في ال 18 بتاعك. فانت لو انت مصر، بس لو على انت فكره انا الطرد ده انا حاسس ان هو خدمك انا برضه، بالنسبه لي بالنسبه لي خدمني طبعا. انا مش خدمني كمان على حاجه، هو خدمني علشان وراني شخصيه المنتخب صح في موقف صعب. صح فانا دلوقتي ما بقتش قلقان على المنتخب. صح يعني اللي هو لا ده ماتش صعب وعنق حقيقة. زجاجه وماتش تاني دي حقيقة. اللي بس اللي أنا هو عايز هيخليك أقول حاجه تركب. برضو، حتى لو طرد ما كانش حصل، احنا بعد ما جبنا الجون انا ما كانش فيه خطوره على مصر. خلي دي بالك حقيقة. برضو يعني ايوه ما انت حتى بعد ما جبنا عشان الجون احنا كنا بنلعب انت عشان حلو. آه، يعني في انت 9 الشوط لعيبه الاول كله يا باشا، في 9 لعيبه في ال 18. لا انت ماسك نفسك، انت اه عامل الشوط ماتش. الاول كله انت عامل شوط حلو. لا حسام حسن في- عامل ماتش تكتيكيا 10 على 10 على 10. 10. بس 10 انا بقول على الشوط الثاني انت لا، 9 لعيبه في ال دي 18 حقيقة. طبيعي مش هيبقى دي في حقيقة. خطوره رهيبه يعني. فاهم يعني 9 لعيبه في ال 18 هتعمل بس مين كان في هيعمل ايه؟ شوية- طب النقطه فاهم؟ الجدليه بقى يا جماعه هنا في ماتش عايز جنوب اقول بس افريقيا اخر حاجه قول. عشان بس ابقى اديت كابتن حسام حقه. صعب فشخ ان انت تبقى مدرب ومحضر طريقتين لعب، بالذات مدرب منتخبات.
انت اللعيبه دي بتجيلك فترات قليله جدا، تمام؟ فان انت تبقى محضر صراحه طريقتين لعب شابوه دي مش حاجه سهله. طريقه اللعب الواحده عشان تتقنها اصلا بتاخد وقت. شابوه يوسف فاهم؟ الشريف بصراحه طبعا. شابوه والله. فان انت تبقى محضر طريقتين لعب والناس مثلا في 3-4-3 كانت واقفه كويس وشغاله كويس، لا هو لا انا دي تحسب له انا كانت بصراحه. الهوجه اللي طالعه على كابتن حسام ان هو مش تكتيكيا وجرينتا بس وبتاع، انا شايفها انا في بالنسبه البطولة لي دي لا. في انا بالنسبه لي دي منتخب جنوب افريقيا اتفاجئ بيك. يعني هو طبعا ايوه بس أنا- ليه بقى بنمشي على سطر ونسيب سطر؟ ماشي، انا كل ده انت خلصت خلاص. خش يا باشا. انا بالنسبه لي زي ما ادهم قال، انت لو كنت بدات حظك حلو ان انت بدات مع منتخب مش عارف هو عايز ايه. يعني انت اول المجموعه لو عندك انت مثلا تصنيف منتخب أول. عايز يكسب او منتخب مثلا عنده طموح في خلي بالك البطوله برضه انت وانت بتلعب بالمنظر ده التصنيف في الماتش الرابع في الاول المنتخب يا انت هوجة. كنت طلعت. انت بتلعب التصنيف الرابع في في المجموعه صح. صح. بقول لك يعني ده ما هو كده ده حظك ليه؟ ما هو الحلو. حظك الحلو ان انت حظك الحلو الجدول إن جالك انت بطريقه وانت كويسه. وحش بتلعب فريق مش قادر. بس انا ما كنتش وحش، انا برضه يا جماعه مش انا وحش، مش بس مقتنع، انت انا مش شاري مش عارف. فكره ان مصر كانت وحشه. لا، مش كنت وحشه وحش. بس انت متخيل ان فرقه زي دي كانت بتوصل كل كره بتاخدها بتوصل على الجول. شهر انت بدات لا، ربع لا، ساعه، انت شهر لا لا انت زيمبابوي ان هم ما بيشوطوش او ما بيعملوش تبص دي حاجه التلات ترجع ماتشات لهم. شهر انت هم بدات اصلا مش ربع عارفين انت يوصلوا. ماشي بقى هو يبقى انت بتناقض كلامك يا ابو. هم ما عندهمش الامكانيات طيب ماشي يبقى هم في الماتش كله وصلوا 3 كور بس علشان هم وحشين. انت لو بتلعب ماشي، ما هو ده مثلا اللي انا بقوله كوت ديفوار ان ولا انا مش بتلعب وحش، كاميرون انا ما ولا كنت انا بتلعب مش حد. ما خلي مقتنع بالك خالص. في فرقه تانية ما انا ينفعش. مقتنع ان انا كنت بوصل للجول شهر بس مش عارف شهر أجيب انت جول. فاهم يعني ايه تبدا الماتش فاهمك. خسران 1-0 من زيمبابوي؟ انت بادئ دي وحش. كارثة. انت بادئ يا وحش. جماعة لا هي ومعلش بتحصل في برضه أي خلينا فرقة لا في وخلي العالم. لا أنت و... ممكن لا يا شاعر ممكن مفيش بتهاجم مشكلة. او ممكن تبقى بتاع والفرقه اللي قدامك اضعف منك بس انت ما وتجيب جول، كانش بس انت ليك رجعت منظر عليها مش في البطوله دي، وتقول ممكن في دوري. ما انت رجعت دوري. كنت احسن منهم في الماتش يا جماعه. ايوه يعني بس انت كنت الاجوان احسن منهم. انت الاجوان اللي جبتها معلش ايه؟ معلش ثانيه بس اول ربع ساعه انت امام عاشور مضيع كورتين كان ليك شكل. أيوة. ومرموش صح. ضيع ده كوره اول ربع ماشي. ساعه ده 6 كور ماشي. اصلا باين ولا حاجه. بالظبط. ماشي. يعني انت لو كنت جاي بقى الثلاث كور دول انت مش هتقولي بقى ان احنا كنا طب وحشين. وتاني ربع ساعة فاهم؟ هم راحوا عليك بكورتين يا باشا انت وجابوا داخل فيك جول. جول بعد كده بقى انت وكان طول هيخش الماتش فيك التاني. بعد انت بالظبط. ماشي بس انت انا بعد مش كده محتاج بقى ال طول 90 الماتش- دقيقة، انا في طول 10 الماتش دقايق انت في انت الماتش. انت انت وبرضه مبهدلهم. معلش برضه ادم ثانيه، انت خلي بالك انت اقوى فرقه بتلعبها في البطوله مش في البطوله، في المجموعه بتاعتك منهم مثلا من 9 ل8 لعيبه محليين بيلعبوا في بتوع صن جنوب داونز أفريقيا يعني؟ واورلاندو بايرتس. ماشي ايه دخل ده في فانت ماتش زيمبابوي؟ انا لا بتكلم على ماتش بكلمك في زيمبابوي ان انت كمجموعه كنت كويس. كمجموعه انت انت ما مجموعتك مش قابلتش مجموعة حد. قوية يعني. ما قابلتش حد يعني تقول تونس لعبت والله نيجيريا ده فقابلت مواجهة والله حقيقية. ده كاميرون كابتن لعبت حسام كوت ديفوار. مثلاً. مجهز. لا كابتن حسام مش مجهز، انت ما لا بتلعبش ماشي. حد. لا والله ما بتلعب حد لا صدقني. لا عايز لا يا تحكم بتتكلم على كابتن ماتش ايه حسام؟ دلوقتي؟ انا بتكلم كمجموعه. كمجموعة مجموعة مش قوية، لا، بس ما جنوب بتلعبش. افريقيا من لا بس جنوب الفرق افريقيا فرقه لا، من كويسه. الفرق كويسة القوية جداً. في ال- طب في أقول لك مش على معنى حاجة؟ ان هم محليين ان هم هقول- تيم كويس هقول لك قوي. ما على انت حاجة. انت اصلا الثلاث بطولات بتوعك انت واخدهم بالمحليين. ما دي انت نقطة كنت أصلاً هقول هم يعني- حافظين بعض وحافظين رتم يعني بعض ملهاش بقالهم علاقه فترة. خالص، ملهاش علاقه خالص لا بصراحة. كان عندك دايما ناس محترفه واسماء كويسه. الثلاث بطولات اللي انت واخدها ليه احمد كان حسن عمره ما لعب في معظمها مصر؟ كان هتلاقي مثلا ال 23 لعيب ميدو اللي ما كانش رايحين، بيلعب في مصر. ال 23 لعيب اللي رايحين هتلاقي من ال 23 18 واحد يا محلي. شاعر احنا فكرنا في مصر ان أعتقد الاهلي يعني. لازم يبقى عنده خلي بالك انت اه منتخب كوتا. مصر، معلش مش قصدي لازم يبقى ليه حاجة. كوتا في لا، مش المنتخب. كوتا. معلش مش كوتا. هو لا ثانية الاهلي بس غير جنوب عطا. افريقيا وافريقيا. خلي بالك عامة. هو مصر، هو انت مصر اصلا في ماتش جنوب افريقيا انت بتلعب بالاهلي ماتش اللي هو جنوب مشي أفريقيا. ورجع يعني. أيوة، سيبك انت من انت سيبك من بتلعب حمدي. بصلاح عشان مرموش طلع، انت- الباقي كله لا انت بتلعب أهلي. بالاهلي. الاهلي الشناوي ما هي اهلي، ملهاش ماشي، ما هو ده اللي الشناوي بقوله اهلي، لك. رامي ربيعه اهلي، ياسر ابراهيم بس- اهلي، حمدي فتحي كان بس يا اهلي، ادهم هاني كان زيزو هاني اهلي، هاني كان اساسي يعني أنا مش اهلي، امام عاشور اهلي. امام ايوه انت بس مش بتلعب بتكلم بالأهلي. في كده، بتكلم في دايركشن بلد مصر. لا انت دايما طول حياتك انت ما عندكش محترفين مش كتير. بتصدر انت لعيبه. انت ما عندكش لكن محترفين. انت الافارقه عامه كفرق افريقيه أيوة لا يا هم عم. مش محليين. ايوه يعني انت مثلا لا، كوت جنوب ديفوار افريقيا عمرك ما تلاقي مثلا يعني انت يعني بكلامك أقصد- ده يا ايهاب انت قلقان على مصر في الدور الجاي؟ طبعا لو انت لا قابلت انت فرقه هتلاعب بنين، كويسه هتلاعب بنين من مش فضل بنسبة 16 كبيرة يا بنين، شاعر. اه. انت طموحك اصلا انت لو طلعت أنا السيمي فاينل انا انت شاعر. فشلت. لا انا كشاعر رايح. ازاي؟ لا ازاي؟ انت كل الناس طالعه البطوله دي رايحه كمصريين، انت عارف ان انت مش هتاخد بطوله. اللي لا، بيتقال في ازاي الشارع يعني؟ اصلا يا رب نعدي الدور الاول يعني وبتاع. مش هنضحك على بعض. لا بس يعني احنا انت بتلعب بمصر، انت بتلعب باسم منتخب مصر بس عشان لا انت يا ايهاب مصر. بس خلينا نقول حاجه. لكن انت رايح انت مش رايح مقارنه تاخد بالبطوله اللي فاتت، انت البطوله اللي فاتت ما كسبتش ماتش انت وكنت البطولة- برضو بتلعب منتخبات وحشه. لا انت البطوله اللي طالع فاتت انت دي بتلعب كاب البطولة اللي فاتت
دي دور- كانت آه، دور كان اللي بيلعب فاتت. كاب فيكتوريا روي لا فيكتوريا و- كاب فيردي ودور ال 16 كونغو. بالسكند تيم بتاعهم
وتعادلت 3 معاهم تعادلات، بدون- انت تعادلت تأهلت تلات- ب3 تعادلت تعادلات. كل- ودور ال ف- 16 لا انا قلت قلت انا هلاعب كان كان كونغو ضامن، كان فيردي كان خسرت من ضامن كونغو. ولعبك بالاحتياطي وتعادلت معاهم، فاهم؟ وخسرت من كونغو في دور ال 16، المفروض ان هو منافس سهل. بس انا برضو عند اللي رايي انا انت بقوله لسه يعني إن- ما لعبتش حد قوي. وعلى ماشي. فكره دور 16 مش لاعب حد قوي. ماشي بس مين؟ برضو تمانية. بس فرقة لا أولى. بس ده تمانية. ما يبخس ما بخسش حق كابتن حسام ان هو لا، إن انا هو قلت محضر. النقطه المضيئه اللي شفتها مع كابتن حسام، بس انا يا ما زلت قلقان. وخلي بالك انت تاريخنا مع المنتخب يخليك دايما قلقان منه. انت مش عارف انت هتاخد ايه، فاهم؟ يا اما هتاخد اللي هو كيروش هنوصل للاخر وبتاع ومش عارف ايه ويبقى عندنا امل ان احنا نكسب بطوله، يا اما انت بقى يا جماعة النقاشين اللي الجيل كانوا ده، موجودين معلش دول. انا اسف، الجيل ده واصل لاثنين نهائي الاثنين صح. نهائي كاف. صح. مم. اتنين نهائي ماشي. كاف والاثنين عملت فيهم ايه؟ خسرتهم. الريتم. لا انا قصدي الريتم اللي وداك للنهائي. في التطور. عشان كده انا كنت ضد جدا ان حتى لو تكسر انت ضامن ان انت تلعب ماتش انجولا بالشكل ده، انت الريتم اللي بيجيبك. مش حاسس ان ماتش الريتم اللي انجولا بيجيلك. هيأثر على انا طب ثانية. انا مش عارف ليه انا نسيت ماتش انجولا ده اصلا. لا انا ما مش هو حاسس ان احنا لعبنا ماتش ما تاني. هو خلي بالك ده غلط. ده غلط كبير جدا. يعني 10 11 لعيب معلش ما هي معلش مفيش دي من تقييم الحاجات. خلينا زي ما قلنا بس مش نقط. حاسس ان هي هبيز عليها فكره طب ماشي. ان انا الريتم بتاعي خلي واقع أو بالك كذا. خلي بالك الكلام اللي احنا بنقوله ده هترجع هتفتكر كلامي. احنا هنيجي مع ماتش بنين ما ونتفرج على بس الرياكشن هترجع ونشوف. تفتكر كلامي. انا مش فارق لي بنين، انا مش ببني لبنين. بنين ده ما ماتش اللي أنا المفروض بتكلم اعديه. فيه بقى، كده ده اللي أنا هتعديه بتكلم غصب فيه. عنك. ده اللي انا شاعر بتكلم فيه. أنت احنا دلوقتي- هنتاخر. ماشي، ما انت خلي لعبت بالك دلوقتي يا عم، انت لعبت بالفول تيم النهارده او لعبت قصدي ماتش انجولا اللي فات مثلا، لعبت ب6 اساسي تمام. طبعا. هتيجي في بنين عادي لا مش هتنزل تفرق ماتش يعني. بنين من اول دقيقه، انت ملهاش رجلك علاقة. رتمك في الملعب ملهاش علاقة. وثقتك طب في تخيل نفسك. ثقتك المره دي ما تهزش. يعني انا مش حاسس دلوقتي ان اللي قاعدين بره دول ثقتهم يا لهوي احنا تعادلنا يا مع شاعر، انجولا تخيل بس مش عندي ثقة. ماتشين ما وحش. اكيد مش تخيل. هيقولوا يا لهوي لا، ثانية. ايوه شاعر. ولا اكيد ثقتهم هتروح. استنى. دي بطوله مجمعه، ما ولا ينفعش أكيد تقعد ثقتهم اسبوع 8 ايام ما بتلعبش ماتش. يعني محمد صلاح ما لعبش، مرموش الماتش اللي فات اصلا لعب 45 دقيقه، كان لازم على الاقل ياخد 45 دقيقه اسامه تانيين. فيصل ما بيلعبش خالص. اسامه فيصل ما بيلعبش من خالص. الأساسيين. طب هو معلش يا حسام حسن جماعة. حطه من الاساسيين معلش. فما بيلعبوش ولا هنا ولا هنا. ممكن نقف وقفه في موضوع اسامه فيصل ده. حبيبي بس صعبان عليا بصراحه. الناس كلها لعبت. ايوه. ده في واحد في لا الجمهور ده نزل لدرجه ان هو لعب. طلع صلاح محسن ونزل حمدي فتحي اللي هو بيلعب اصلا. يا ابني طلع كل دول الفرق. أساسيين. بس هو عشان حسام حسن حطه مع هو عنده الأساسيين. ثقه فيه أيوة. كبيره قال له أوي. انا حطك هو زي انت صلاح. اساسي. يعني صلاح ما لعبش انت مش هتلعب. صلاح بس هو- لعب انت مش هتلعب. انت بديل صلاح. فاهم؟ لا بس هي زي ما انا بقول لك والله الفكر ان انت تقعد واحد زي امام عاشور ده مثلا كان لازم ياخد 70 لازم دقيقه. يعني. لا انا كان بالنسبه كان لي لازم. تخيل يا ادهم انا بقى مثلا معاك ان كان لازم ان يعني. صلاح جايب جونين في البطوله ومرموش جايب جون وتريزيجيه مثلا في ماتش انجولا قام جايب جون. خلي بالك فوقت الحاجات دي تريزيجيه بتفرق. كمان. وصلاح ممكن كان يجيب جون تاني يبقى هداف البطوله. المشكله لو صلاح جاب جميل. جون او بس اتنين في ممكن ماتش ياخد انجولا فوق نفسه. حمدي ولا مروان ولا مين؟ تريزيجيه. تريزيجيه. يعني محمد صلاح لو كان جاب جون في ماتش انجولا اكتر مرموش وبقى جاب هو وفوق لا، أكتر. ممكن يكون خايف انه ممكن يتصاب. ايوه يا جماعه ما فيش حاجه هنعمل كده. ما أنت معلش ضامن. انا لا. اسف هنعمل كده زي كابتن اسامه نبيل لما قال لك انا هحيش الناس في النهائي. لا طب ما انت خرجت من المجموعات. لا يا ادم انت اوريدي ماشي هو بالنسبه له تأهل. بيفكر، هو دلوقتي بيفكر ان ده انا هسيب الاساسي ده اللي هو بدل ما يتصاب في ماتش زي انجولا وانا متاهل. بس ده فكره هسيبه عقيم الماتش قوي ده. يا شاعر. لا يعني مش لما صح. ادي واحد عشان- 5 ده عنده بالعكس valid ده انا point. ممكن لما اجي على ماتش عنده فالid point. انت خلي بالك انت يعني واحد زي ده امام هو- عاشور ده يتصاب ماتش بنين، لو انت عايز تديله هو من كان الاول لازم يدي بنين. يتصاب. هو كان لازم، انا بالنسبه لي كان لازم لو كان خد الماتش اللي فات لا بس كان امام نزل ماتش بنين على إمام الاقل مش الفروقات زي قريبه. صح. امام مش زي صلاح. امام انت عايز ماشي ترجعه بس خلي بالك بس صلاح ما صلاح بيجيش أنا- غير بالريتم يا شاعر برضو. صلاح لازم ماتشات. صلاح لما بيقعد هو خلاص ما بقاش صلاح كبر يا جماعه برضو. شيء نقم ابينا صلاح كبر. صلاح 33 سنه. صلاح ما بانتش خطورته في ماتش جنوب افريقيا وفي الماتش اللي قبله غير لما دخل لجوه. طول ما هو بيلعب على الطرف ما بقاش هو قادر ما يعمل عندوش اللي هي السرعه يعني عمال بيعمل لدي يا باشا. انت معكش جاكبو ومعكش الناس دي. ما هو امام بيضيع ومصطفى محمد انا مش عارف فين وزيزو يا باشا حبيبك. وزيزو ما تجيبش سيرة زيزو حبيبك. 7 من 10 كله. لا ده زيزو. معلش يا جماعه عشان دي حاجه برضو ف- اتقالت. ف- إن فصلاح زيزو هيجي بالماتشات. شاعر شايف ان زيزو بيديك 7 من 10 في كل ماتش، وادم شايف ان زيزو يجي يقعد أنا شايف جنبنا إن كده زيزو- يا يقعد جماعه معلش يقعد في في البودكاست الكومنتات لو هنا كده. سمحتوا في الكومنتات قولوا انتوا لعيب زي زيزو ده هو اقل حاجه ممكن يديها في الماتش كام. انا بالنسبه لي واكتر هو أقل حاجه برضه 7 من 10 فيما فوق. الناس اللي قاعده دول الثلاثه دول انا ما اعرفش. لا كلمنا باسلوب احسن من كده. كلمنا كلمنا باسلوب احسن من كده. هقوم يا اهزقك. جماعه شعر سأل الماتش انجولا يخلص 3 يعني فانتوا- ما حصلش. طب معلش انت راجل اهو خلي بالك أصل ده اهلاوي قوي. ماشي، ده- احنا كلنا- اهلاوي قوي. لا، احنا كلنا يا عم أهلاوي. اي حد يا جماعة لابس ده شيرت أهلاوي لدرجة احمر إن هو انت يعني آه. اديت له روح محمد هشام. كلنا بنحب شاري الاهلي بلاطة. وكلنا الكلام ده كله. بس انا النهارده في حاجات معلش زيزو ده يا جماعه
خلينا برضو احنا بننسى السنين. زيزو مواليد 95، زيزو عنده 30 سنه، داخل في 31 سنه. ايه ده، هو زيزو 95؟ زيزو عمري كبير. ما قابلته في حياتي. لا زيزو جي ام جي. وانت قابلت كل الناس اللي في سنك في حياتك. ايوه اكيد. كان لعيب يعني كبير، بس كان أكيد لعيب- هسمع صغرناش عنه. بقى. كان لعيب كبير. لا هسمع عنه. فزيزو مش صغير بس النهارده. انا زيزو 96 يا ده. لا انا اللي كده عارفه بس. انه 5. لا 6. ايا كان 30 بس سنه، يعني هو 30 الاتنين جيل 31. 96 ده ما فيهوش غير هاني تقريبا. لا زيزو ده كان جي ام جي اصلا. لا جيل 96 ده كان فيه عبد الله جمعه، وكان فيه قفشه، وكان فيه عشان كان في- بيلعب في امبي عندكم 96 وازاي بس- ومين مش هقدر اغلط. مش هينفع عارف. منتج دي منتج. عايز تغلط في مين؟ انا بس قول اللي لي بتكلم وانا فيه اغلط كوره في عادي. ماتش طلع انجولا، قفشة. كوره في بتاعت ماتش انجولا دي، المينتاليتي بتاعته لو هو لعيب كبير يفوق نفسه، زيزو 96 فعلا. 96. يفوق نفسه. النهارده انت هتجيب انا ما جول، اعرفش هو ليه ما شاطهاش. ما تراجعش ورايا. انا ما اعرفش ليه ما ما اصلا. تراجعش ما ورايا شاء نجم في الجيل بتاعي. بالعكس ده انا بوثق لك المعلومه. ماشي. لا ما اعرفش كان بيفكر في ما شاطش ايه. ليه بصراحه، دي كانت غريبه جدا. ما هو خلي بالك من بس ده ما الحاجات. ينقصش ان هو برضه بيدي 7 من 10 كل ماتش. لا ايوه ما هو خلي بالك أيوة ماتش طبعاً. زي ده انا منزلك اصلا عشان دي، ما انا كان زماني كسبته، وكان زمانه هو فاق، وكان زمانه خد مان اوف ذا ماتش، وكان زمانه هو فوق نفسه للماتش اللي بعد كده. انا متاكد ان اكتر واحد طالع مخنوق من الماتش ده هو زيزو. وضيع كوره بقول لك لا، في لا، ماتش هو أكتر واحد ماتش طلع زيمبابوي الماتش ده مخنوق كابتن حسام حسن باللي هو لابسه. انا اتوقع كان لابس أنا بادي أتوقع- بادي كارينا بحترام. اتوقع زيزو لو كان مكمل في الزمالك ما كانش تفكيره كان هيبقى بالطريقه دي. يعني الزمالك كان مريحه قوي. انت حاسس ان هو مضغوط يعني؟ مش مضغوط. لا، هو لا. زيزو فكره عامه. لا خلاص زيزو خلاص فكره الزمالك وان هو في الزمالك بقى نسيه من زمان قوي لا هو سيبك من نسيه ولا يعني مش نسيه. خلاص يعني هو لاعب كان- الزمالك وشتم من جمهور الزمالك وكسب الزمالك ماشي بس هو خلاص فعلا يعني مش عارف فكره ان هو عيب ان الزمالك لسه مش عليه. عيب. لا مش انا موجود. مش بتكلم في كده، بتكلم ان هو كان واخد ثقه في نفسه زياده قوي قوي كان بالعكس ده مديها له. هو واخد دلوقتي انا ثقة عمري في- انا عمري ما اقتنعت بزيزو لا. مع المنتخب. و... هو في و- الزمالك ولا وهو مع في الأهلي. الاهلي. بوم. لا انا شايف مش عشان حاجه، لا مش عشان انت حاجه. جاي على زيزو لا انا مش جاي على زيزو، هو ما بيلعبش في مكانه. ما هو معلش انا بخلق لزيزو مكان، هو هو بيلعب مكانه مكان صلاح. هاف رايت، عمره ما هيلعب مكان صلاح. فالنهارده انا بقى النهارده عندي صلاح قاعد وما لعبش ما هو عشان ما- اصلا ما فيش هاف رايت اصلا. طيب ما انا بقى عشان كده بقول لك لا معلش نزل الكريزي. كريزه برضه. عشان طب ما مثلا معلش والله استغربت. بتكلم بجد. دي كانت غريبه. هل مم. دي هو كانت في غريبة. حاجات دي النهارده كانت غريبة عند واحمد كابتن. عيد، هل احمد عيد مع احترامي الشديد ليه، هو اصلا احمد عيد مش هاخد منه بعد كده. يعني لو محمد هاني اتصاب، محمد مش هاني هيلعب لو رجع بأحمد. مصر هيلاعب مش هيلعب بأحمد. هيلعب بزيزو، هيلعب بامام عاشور، أيوة، هيلعب باي أيوة. حد، وبرده مش هيلعب باحمد ماشي، عيد. هقول لك حاجه طب ليه اديته النهارده؟ علشان ياخد مكافاه الماتش. لا والله بتكلم بجد. إيه يعني؟ ما هي دي حاجات هو خلي بالك برضه ماتش التعادل بتخليك ماتش التعادل ده هياخدوا له لا، مكافأة. هيدوا له فلوس. اي حاجه فيها فلوس ايه هناك. بصراحه يعني. لا اذا والله. كان محمد صبحي بياخد بوكيت لا ماني. ممكن بوكيت ماني انزل كل واشرب وكده انما مش مكافأة. لا انا بالنسبه لي الماتش بتاع انجولا بصراحه بعد ما كنت طاير وشايف ان احنا هنبني على الماتش ده رجاله ونروح. وبتاع لا انا طبعا شايف طب ماتش خلينا انجولا. ننتقل من الحته دي ونروح ان انت احتمال اكبر انت خلاص يعني اعتقد انت مش هتلاعب مع حد من تلعب مجموعه توالد المغرب. خلاص. كده هتلاعب توالد، بس انت مش هتلاعب حد من مجموعه المغرب ولا هتلاعب حد انت بنسبه كبيره هتلاعب بنين. بنسبه كبيره هتلاعب بنين. انا مش شايف مشكله اتفرجت في لها بنين. بصراحه على ماتش ولا ماتشين من اللي هم لعبوهم يعني. بعاد قوي. بعاد قوي بصراحه. بعاد قوي. يعني لا، يعني مفيش حاجه بعاد زي قوي. زيمبابوي كده شويه. بعاد لا، قوي. مفيش بنين بعاد قوي قوي قوي. لا انا مش قلقان من خلي بالك. طب يخش الماتش ده بتشكيل لا ما ناحية فيهاش. طبعا أنت بقى بتاع جنوب ايه افريقيا. بتاع جنوب افريقيا طبعا 100% تلعب بثلاثه ورا برضو. طبعا 100%. خلي بالك الثلاث دي خلي بالك هو هجومية خلاص برضه هو عشان- عاملها ثبت، هجوميه ها؟ لان هو رامي محمد حمدي ورامي محمد هاني هاني. بيهاجموا. هو ممكن كمان خلي بالك في حاجه زي كده، بس طبعا بعد اللي زيزو طب عمله في مين ماتش اللي انجولا. هيبتدي مهاجم؟ مصطفى محمد؟ لا هو مش مقتنع بمصطفى محمد. محمد. انا مش شايف انه هيلعب مصطفى. هو مش مقتنع على بيه. فكرة يعني 3/4 الناس بتقول هو مش مصطفى محمد ما مقتنع. يخرجش الملعب. ماشي بس انا هو- مع دي. بس انا اقول لك ما على يخرجش حاجة. من الملعب؟ انت انا أنت مع أنت دي مش حتى لو هتلاعبه. هو وحش بس هو طب قول لي بس هو عامل لك محطه. هتلعب قدام مش مين؟ محطه صلاح؟ يا ادم. هو المحطه دي يا ادم ان هو هتلعب الناس بصلاح تطلع عليه هو يمين. مش عارف صح. يستلم. ما هو البديل هتلعب بمرموش كان عامل ازاي وهو فيرويد. مش كويس. لا مرموش وحش كيف مش وحش. عامل لك عمق. ده لما مش- نزل في ماتش زيمبابوي أيوة. ابتدى يشم يا نفس. جماعة، معلش طب ثانيه وانت اديني- مطير معلش. باكين بتعمل ماشي. كروسات ثانيه مفيش واحدة. حد هو جوه. صح ثانية واحدة. شاعر اديني صح. تشكيل. أنا يعني هتلاقي بالنسبة لي- الشناوي هاني رامي احنا مفيش اختلاف عن ياسر الخمسة اللي ورا. حمدي حمدي. محمد حمدي. فيما بعد يعني مروان وبيلعب جنبه زيزو. حمدي كان بيلعب زيزو جنبه. ثانية انت هتلعب بثلاثه ورا كده هو كده كده بيلعب بثلاثه. يعني هتلعب وانا خلاص. شايف نبدا بنفس حمدي التشكيله عادي. ياسر الخمسه اللي ورا احنا كلنا متهيألي ما حدش هيختلف هو فيه. صح. الشناوي حمدي لا انا ياسر بختلف بالشناوي وعايز شوبير بصراحه. بغض النظر. شوبير يبدا. انا يا بالنسبه باشا مستحيل، يلعب في مستحيل، ناديك مستحيل. الاول يلعب في ناديك الاول وبعد كده يلعبوا في يلا صح. يا باشا.
بالظبط. صح صح بعد كده مروان هيحط زيزو، بس زيزو هيبقى عليه كلام كتير بعد الماتش بتاع انجولا، بصراحه نزل سيء جدا. فممكن احط امام لما نزل ماتش جنوب افريقيا كان كويس. ما هو ما بدا هيعمل كده. كده هيعمل كده، وهيلاعب صلاح انا شايف ومرموش تريزيجيه وتريزيجيه. يقعد. انا شايف تريزيجيه مش يقعد. هيقعده مستحيل. هو ده هو تريزيجيه ده نفسي زي قول لي زي انت ابنه. تشكيل. انا نفس الخمسه اللي ورا زي ما بدا، مش بس- مش انت بس مرموش مش انت ومصطفى. نفسك ايه؟ بس مرموش ومصطفى وصلاح اه هم الثلاثه اللي قدام. لازم مصطفى يعمل لي عمق يا جماعه في ماتشات افريقيا دي بالذات، لازم حد اطلع عليه. خلي وانت بالك عطا. انت لازم حد اطلع عليه. معلش شعر، هو أنا- ادم بيقول أنا مع- امنيه ولا بيقول انا مع هو مصطفى هيعمل دي ايه؟ بصراحه. لا انا شايف انت عايز تشكيل انا ايه؟ عايز ايه؟ اه لا انا عايز حاجه تانية طبعا. طب انت عايز ايه؟ قول. انا بالنسبه لي زي ادهم مرموش. انت ما حسيتش ان مصطفى وتري- محمد لما نزل في ومصطفى ماتش زيمبابوي وصلاح. الاولاني عمل بس لك خلينا العمق؟ بس خلينا نتفق ان مصطفى مش هيلعب كوره معاك. لا يعني مصطفى هو انا مش برجله عايز رجله مبطوط. انا مش عايز غير ان ما اطلع فيش. عليه بس، اطلع ويتخانق ويعافر. هي دي كره افريقيا. أدم- هو انت أدم ليه عايز ال- انت ليه عايز الفرود- تلعب طويل على مصطفى؟ الفرود ادهم عشان ثقه. الكوره تلعب على الارض. انت ما فيش اصلا، ما انت خطتك ليه الخمسه دي ما فيش لا كوره بس على انت الارض. عندك اللعيبه اللي في الارض، عندك لعيبه تلعب عندك. في ايوه في مين؟ بس انت الملعب خطتك تلعبك. انت عندك امام يلعبك على الارض، عندك صلاح يلعبك على الارض، انت- عندك مرموش انت يلعبك على الخطه الارض. بتاعتك يعني مبنية عندك كذا على لعيب يلعبك على الارض. الخطة بتاعتك عندك حمدي فتحي يلعبك على الارض، عندك مروان عطيه يلعبك على الارض. لا، طب سؤال انا بس. مش شايف كده خالص. سؤال- انا شايف سؤال. ان هم ليه ترمي فوق؟ الحته يعني بتاعت- بالعكس، يعني انا شايف ان انت لو ابتديت عشان تلعب هاني ومحمد الطويل، حمدي مرميين لك انا دول شايف ان انت بيلعبوا في لو العمق. بس انت لو ابتديت أدم، تلعب في الطويل بنين اصلا هتبقى بالنسبه لها ده يا باشا العب لي على الطويل، اطلع انا حبيبي بقى انت مع بتلعب مصطفى، بخطه النهارده اطلع العب مطير مع مصطفى، الباكين. اطلع العب مع مصطفى. انت مطير محمد حمدي ومطير محمد هاني في الخطه دي عشان انت هتبقى بتهاجم ضد بنين. لو بدات بنفس الخطه محتاج فيرود يبقى جوه ال 18. أيوة، مرموش أيوة. لما بيلعب فيرود ايوه مش اوصل. بينزل. مفيش ولا لعيب جوه ال 18. محمد حمدي بيروح يقوم باصص ما يلاقيش حد يقوم راجع تاني لتريزيجيه. طب ما ادهم خلاص يبقى انت كده خسرت اوصل الاتنين. والعب كروسات غير ان انا العب طويل. انت بالظبط. قصدك ايه؟ هتوصل وتلعب كورسات بيز. يعني انا هلعب كوره اوصل للتلت انت مش الاخراني. تلعب كوره. انت الخطه بتاعت خمسه دي مش هتلعبك كوره. هتلعب ليه كورة يا غصب ادم؟ لا، ليه عنك. ما انت مش لما انت في انت ماتش؟ بتلاعب ناس ما ليه- بتعرفش ليه- تلعب ليه؟ كوره وانت في جنوب افريقيا غصب عنك هتلعب. انت في جنوب اه أفريقيا اول بتلعب على شوط لا التحولات. اول شوط انت لعبت كوره انت طبعا. كنت اول بتلعب شوط على لحد التحولات. الضرب انت كنت انت ماسك بتلعب على انت كنت- بس خلي التحولات. بالك لا، لا، هدوم لا، ما التلاتة- لعبتش كوره طبعا. بس لا، خلي لا، بالك لعبت هدوم كورة اسهل طبعا. حاجه تلعب كوره فيها الثلاثه ورا، علشان انت دايما عندك لعيب زياده بتبدا بيه هجمه. عشان انا تبقى مش فاهم. ضد ان انت تبدا بيه. انا ضد مين بقى هيطلعني بالكوره؟ ما انا ما عنديش بلاي ميكر. ليه ما عنديش بلاي ليه يا ميكر. باشا؟ انت ازاي يعني؟ عندك يا مين؟ صلاح يا صلاح مرموش. ساعات بينزل وحد مرموش فيهم لا هينزل. وعندك حمدي من ورا وعندك مروان كمان. هو بيتكلم في كوير يعني ما عندكش الكوير. معايا بس الخطه ما دي عندكش. معروفه ان الكوره بتروح لهاني او بتروح لمحمد حمدي على لا الجناب. ده على زمانكم ده يا بيلعبوا- باشا. لا بيلعب على على زمانكم. الطرف. التشكيل بتاعه كان بيلعب على كان ايه؟ الطرف. انت قلت تشكيلك انت انا مصطفى ومرموش برضه نفس مصطفى زي- مرموش انا صلاح. شايف تريزيجيه يقعد والله. بس انا شايف وهيبقى عندي بس تبديله مشكلة- بره لذيذه فاهم. اه شايف تريزيجيه مشكلة؟ ينزل فريش ليجز وبتاع. المشكله الوحيده ان هو الفيرود ثقه، هو- وحسام حسن مش مدي. ولا واحد فيهم ولا ولا واحد اسامه ثقة. ولا مصطفى. لا ما هو فهو- اسامه وصلاح بصراحه. لا صلاح محسن يعني أنا بالنسبة لي أنا- أصلاً يعني حتى اسامه ما قلتش وصلاح اسمه. دول طالعين بصراحه حتى ما قلتش اكراميه اسمه. يعني. لا طب انتوا يعني عارفين مين كان يروح؟ ريان. مهاجم كويس جدا. مهاجم كويس. مروان حمدي. مروان ماشي كويس والله العظيم. يعني بس هو خدها بقى بناحيه ان هو ما بيلعبش. والله بس مهاجم حسبها كويس. على حته ثانيه. أنا والله مش ه- مهاجم أنا- كويس. انا مش هقدر هو أقول كويس اسم البني بس آدم هو ده. يعني احسن من صلاح عشان واسامه. تبقى يعني على الاقل العالي بياخده. لسه لاعب بطوله العرب ايا كان مستواهم كان عامل ازاي. بس بطولة- الواد رجله بطولة بطولة بتلعب. العبط مش بطولة بطولة العرب. أنا مش هقدر اقول اسم البني بس ادم بس ده. لا بس التخلف. لا بس مروان حمدي بصراحه مهاجم كويس. مهاجم كويس مهاجم صندوق كويس. بيلعب ولو برجله لعبت عليه كويس. بيلعب بدماغه كويس. لا طبعا اكيد احسن من يعني أسامة خلينا نقول ان حتى أكيد لو أحسن من مروان أسامة حمدي فيصل. خلي بالك حتى- يا ادم هو واخد اسامه ما بيلعبش فيرود يعني حتى في البنك. فيصل. باشا، أنا مش عارف باشا، أسامة باشا. بيعمل ايه بصراحة. اسامه بيدافع كويس. باشا هو حتى لو مروان حمدي موجود خلينا نقول ان يا اما مصطفى يا اما مرموش كان هيلعب في الحته دي. خلي بالك مصطفى مش للأسف. هيلعب مع اي حسام حد حسن. جاي كان هيتهمش. انا متاكد 100% زي ما اللي إنه هناك متهمشين. مصطفى مش هيلعب مع حسين. طب انتوا شايفين 100%. هنوصل فين في البطوله؟ انا شايف 8 وهل يعني انا بقى سالت السؤال ده ليه؟ عشان عايز انا شايف فيها فاينل التوبيك عادي التاني بصراحه. بصراحه. ان هل لو احنا فعلا ما خدناش البطوله ده هيأثر على صلاح في ليفربول؟ وتعالى بقى انت ما خدتش زي مثلا كاريجر لما قال لك ده ما خدش اي حاجه مع منتخب مصر ومش عارف ايه وبتاع. لا احنا ممكن فيرجع- نسال السؤال ده حاجه تانية. هل لو خرجنا من دور الثمانيه حسام حسن هيكمل؟ سؤال حلو برضه شرعي. ده كنت هساله بعدين بس انا عايز اتكلم بس على صلاح. لا اصل خلي بالك صلاح يعني أصل خلي بالك لو سمحت ما تضيعليش لا بس الفقرات بتاعت خلي الموضوع. بالك ما هو صلاح على المستوى الفردي. انت كده بتتكلم على المستوى الفردي.
لا بس هو بيتاخد هو برضه صلاح إن هو عايز كذا. البطولة. بس خلي بالك لا انا لا برضه هو ما خد دي احتياج حسب. للبطولة. لا. مش هم هتأثر في على إنجلترا. ليفربول. في بيف ما بينه وما بين كارجر بس فهيطلع. خلي بالك كارجر ليه ده يا برضه باشا؟ عارف انت لما انت يا باشا ما تجيب طوب الارض انت خد بقى احنا مش الأفكون هنعرف يعني. بقى نتكلم وعطا موجود بالظبط. بقى مسؤول حبيبي يا بقى كابتن، ليفربول طبعا بقى تخصص. وطلع على الفضائيات هناك وبتاع. اتفضل يا كابتن عطا، معاك المايك. يا جماعه بالنسبة عايز اقول لليفربول لكم يعني. ان عطا من اكتر الناس اللي بتشجع ليفربول في مصر، ومن اكتر الناس اللي بتفهم في من ناس قبل تانية صلاح. بتطلع. والله لا من قبل عشان صلاح. دي لا، تفرق، لا. عشان من كل ايام مصر اندي بقت كارول بتشجع ليفربول تقريبا. بعد صلاح. من ايام اندي كارول تقريبا الطويل ده قبله والله. بيتر كراوتش قبله. وبتاع بيتر كراوتش وبتاع. قبله. المهم يعني قول لي. لا موضوع صلاح انا شايف انه مش يعني انا برضو مش فاهم سؤالك هيأثر عليه ازاي. هو كده كده هناك باشا، صلاح ده كينج. يعني طب ما هو بيقعد دكه في اخر الجمهور الايام. قلت لك قبل كده بيعبدوا يعني. ماشي. انت بتتكلم على الجمهور بتاع ليفربول لا. ولا بقى كارجر والسوشيال ميديا والهبل ده؟ ايوه لا كارجر والسوشيال ميديا والهبل ده كده كده يعني هو مكمل في النهج بتاعه ده، الا مهم. لو صلاح رجع كل ماتش حط له جونين سكت الراجل ده وايه قعدوا في بيتهم. خلي بالك بس خلي بالك بس خد هل- البطولة. بس انا لو تتكلم على الجماهير بتعبده يا باشا وتمثال وبتاع لا ده وكمان يا محطوط في جماعه حته تانية اي حد خالص. بيتكلم عن محمد صلاح بيجي يعني هو برضو كارجر ده معلش بالظبط يعني مع احترامي يعني ليه فاهم. يعني ده ما لا سيبك ده بعيد كارجر قوي يعني. احسن باندت في انجلترا ومعروف في كل يعني ممكن ما يبقاش محتاج محمد صلاح عشان ينشهر، هو كده كده مشهور فشخ بس لا هو خلاص محتاج هو محمد في صلاح. بس- في لقطة هو محتاج ركبها محمد بس صلاح. هو لا. لقطته مع صلاح عطا برضه هي اللي مخليها بتنقله يعني. خلي بالك هو كلام مش على انه هو مش انها بيرسونال جين او يعني حاجه ليه هو نفسيا لا، أنا حاسس ان هو شخصنها مع هيكسب صلاح أوي. حاجه. هو ده غالبا يعني ايوه هو ترند واكره وراكب عليه بس. واكره ان انا اقول كده، بس دي غالبا حاجه من النادي. ليه؟ لان قبل كده كان بيهاجم لعيبه او كان بيهاجم النادي في حاجه او كان بيهاجم صلاح نفسه في حاجه، مهم. وغالبا حد من النادي وده كلام يعني ريبورترز وناس كلام من على جوه. تويتر وكده يعني، لا مش جوه يعني بس ما كلام حد يعني بتجيب متداول انت يعني ان النادي كان بيوقفه اللي هو باشا اهدى شويه في الحته دي. دلوقتي سايبين. انا شايف صلاح مش دلوقتي هو هيتأثر. متساب هو مطلوب. مم. فانا برضو يعني انا طبعا لو هنتكلم على قصه صلاح ان هو طلع يتكلم وكده، انا شايف ان هو غلطان طبعا مليون في المية. طبعا. وشايف ان بلدي. هي وشايف ان هي مش هو مدرسه. عملها مصريه عملها صلاح بلدي. صلاح الجمهور لما هيزوم كان عليهم بيطلع وكده. يتكلم كان بيبقى عارف كل كلمه بيقولها وعارف هو عايز ايه وعارف هو ياخد ايه هو وكل كان الكلام جاب ده. اخره كان جاب اخره فطلع بلدي. فدي دي انا ضغط. حسيتها مش مدروسه. طبعا. تمام. فانا من ناحيه غلطان فهو غلطان، بس هو يعني شكل في حاجه مش تمام، هو يعني حاسس انها بس بتحصل ورا الكواليس خلينا يعني. نرجع لسؤال شعر. ده لا مش هتأثر على مفيش حاجه صلاح. هتأثر لا. على صلاح غير صلاح لو بس. خد البطوله وهتأثر عليه بالايجاب. صح. يعني لو راجع واخد يعني لو بطولة طلع أفريقيا- من الدور الثمانية لا ما ولا ولا حاجه هيفرق ولا معاه. هتتهزله ولا شعر حاجة. هيرجع يلعب ما الماتش اللي ياما بعده طلع على يا طول باشا وخلاص. قبل كده وعادي بس لو خد بطوله افريقيا هتفرق جدا في كارير صلاح، صح. وهتفرق في الموسم بتاعه لغايه نهايه السيزون. اكيد صح. طبعا. صح. أنا نفسي هيرجع بصراحة- بثقه غير طبيعيه، موده هيبقى حلو جدا، وهيبقى هو عمل حاجه أتمنى. لنفسه يا ريت هو نفسه فيها. ازاي بالظبط. اتمنى يا في ريت. ليفربول مش يا في ريت. مصر. خلي بالك انا لو من يعني انا خلي بالك انا لو من صلاح ومن مرموش الاثنين في مواقف صعبه في انديته، لازم هو يطلعوا طبعاً كل اللي مع عندهم اختلاف هنا. أنا بس لازم- لا لازم صلاح مرموش صلاح ما يمشي. اقدرش اقول ان هو في موقف صعب. لا طبعا. لا. كبر وابتدت الناس يبقى في داوتس على مستواه وعلى البرفورمانس، لا وده ودخل في طبيعي. كلاش مع المدرب. بس ده طبيعي. أنا قصدي ده مش طبيعي. في أحسن أحواله. مش في أحسن أحواله مليون في المية. عنده كريدت عنده كريدت عنده كبير كريدت أوي. بقى بس مش في احسن فشخ. احواله. مرموش ماشي بقى هو اللي مرموش لازم ليه؟ يمشي من سيتي، لازم يمشي من سيتي. هو كده كده جاي له عروض، ولو اللي هو لازم يروح روما. لو اللي هو الولد اللي هو بتاع بورنموث ده لا يعني روما سيمينيو. هيأدي معاهم سيمينيو جدا. ده لو راح لو راح خلاص. سيمينيو هيبقى شكله كده. رايح. بس لا خلي طبعا بالك لو أنا- راح روما لا هتفرق ما معاه يطلعش من الدوري جدا. الانجليزي. بس لا اقول لك طبعاً. على حاجه لا إزاي؟ يروح ما توتنهام. صلاح لا لو لا توتنهام لا عايزينه يروح توتنهام. مش انا كان نفسي يروح مش أصلاً. هينفع يا ادم وأرسنال. مش هيلاقي نفسه هناك. بالعكس. قدوس بيلعب ناحيه الشمال دي ما فيهاش حل. مرموش لا ازاي يعني لازم كولو يا مواني جماعة، جايبينه من يا باريس جماعة، سان أيوة. يا جيرمان. راجل كولو مواني ايه يا راجل الكلام الراجل ده كويس. كولو مواني كولو وريتشاردسون مواني، والناس دي يا كلها جماعة بتلعب يا جماعة مهاجمين. مرموش لازم يطلع بره الدوري الانجليزي ياخد ثقة تاني، يا ومش شاعر هياخد خلي ثقة بالك إلا مش في- كل الناس إلا مش شرط إلا تعمل مش كل الناس كوبي بيست بتعمل زي نفس صلاح. اللي صلاح بيعمله. لا لا يا جماعة شرط. الدوري الايطالي دوري كويس جدا دوري ومتقسم همدان دوري همدان على دوري عواجيز. دوري همدان يا وقعت باشا. مع ثلاث مودريتش ناس مكسر بقى الدنيا. ايه يعني دوري همدان. مع أي ثلاث حد ناس هيروح بيتكلموا يشتغل. على اي حاجه اوفر ريتد وبتاع ودوري انجليزي ومش عارف ايه وبتاع. يعني حاجه انت بتشجع ايه يا ابني انت كمان بس عشان انا بشجع الاهلي وكريستيانو.
جدع. اصلا يعني هو مع لا النصر. بيشجع النصر هو بيشجع مع انا مع النصر دلوقتي مع العوال انا مع العوال وده اصلا جدع. بيشجع انتر ميلان ده انا بشجع معرفش انت قاعد مدريد معانا وإنتر. معلش يا جماهير ميلان انا بتاسف لكم والله معايا واحد هنا ما يعني تقول- صعب جدا حاجه يعني مش هتكلم بقى لا، أنا- مبروك يا عم امبارح كسبته يا عم عيب واول عليك، دوري عيب وبتاع عليك يا باشا. بس عادي يعني احنا هناخد دوري يا في عم الآخر. انتر اصلا بتنفست بحاجات تانية ان احنا بعيد قوي عن بعيد ايه يا ابني عن انت فرق نقطه سيبك من نقطة اللي بعيد أوي. كانفستمنت تحترم نفسك تتكلم كقصة. لا احنا في قصة تانية ايه خالص. بقى قصه ايه نهائي تشامبيونز انتوا اصلا نهائي تشامبيونز حلو انا اطلع نهائي تشامبيونز ليج واخد على عيني انا 5 ولا 6 اكبر يعني ما هو استعجلت ما بس. ينفعش ترجع في دقيقه ما ينفعش طب تستشهد أنا في الماتش بقول انت لك- هتسكت خالص انت اصلا اخر 4 ديربي انت خسران مني فما تتكلمش يا ابني معايا انا لو سمحت. واخد بقى اتكلم معايا تقول لي لو سمحت اتنين يا مستر شاعر اخر 2 فاينل تشامبيونز ليج، مش 5 اخر 3 سنين ولا وبعدين 4. عملت ايه؟ لا ماتش السيتي. انت هتعمل لي زي الزملكاويه ماتش السيتي واخد ماتش في اخر 4 سنين دوريين ومش عارف ايه وبتاع بس واخد يعني سوبر افريقيا يا كابتن لا بس طب عشان ما معلش نتغيرش عن معلش الحته دي. اه انا بالنسبه لي محمد صلاح لا مش هيتاثر. محمد صلاح اكبر بكتير طب حلو قوي ومرموش بالنسبه لي لو أنا طلع عامة بره رأيي الدوري من مش على الخاص الانجليزي يا باشا. مش هيرجع انا تاني. رايي من رايكم بصراحه محمد آه، مرموش لو طلع بره مش هيرجع انا تاني. شايف ان لازم مرموش يطلع بره مش هيرجع تاني. لا مش لازم يرجع تاني على فكره مستحيل يرجع مش بريمير لازم ليج يرجع تاني. تاني مش لازم يرجع تاني ما هو كان مكسر الدنيا في المانيا ليه لازم يرجع دوري انجليزي هو مكسر الدنيا عشان احنا السوشيال ميديا بتاعتنا قويه لا جدا. هو كان لا كويس لا بس جدا في كان فرانكفورت عامل نص موسم لا، 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 رهيب كان يعني. بس كويس برضه جدا نص في الموسم فرانكفورت. ده مش معيار يا يا جماعه هو جماعة، برضه لا نقلته وقبليها كانت الموسم سريعة. اللي قبليه كان يا بيجيب جماعة. اجوان لا بس هو نقلته هو كانت لا سريعه كان- لا سريع هو لا النص أصل موسم خلي بالك اللي عمله في السيتي ده فرانكفورت لا ده طبعا طيره. بس قبليها كان مع كويس السوشيال ميديا قويه جدا واحنا خلي بالك كمصر احنا باور اوف يعني لا السوشيال ان الدنيا ميديا تبوم بسرعه. انت خلي بالك مانشستر سيتي قاعده تنزل اغاني عربي مهرجانات أيوة، وبتاع. وده بيجيبوا أيوة، لحسام مش غالي بقى- اللي أنا ما مش لعبش شايف- اصلا في توتنهام ماتشين بينزلوا له حاجات. طب حسام حسن اه حسام حسن. دي نقطه حسن بقى انا ضد انا عايز امنيه حسام- وعايز اعرف توقع حسام أنا- حسن مش هيمشي بعد البطوله اللي هو عاملها دلوقتي ده وبعد اللي حلمي طولان عمله في بطوله انت عايز العرب. ايه؟ انا عايز انت ايه؟ شايف لا انا ايه؟ بتكلم يعني افصلها أنا- نصين امنيه يعني انت نفسك ايه اللي يحصل وانت متوقع ايه اللي يحصل ده انا بنتكلم في أنا حاله نفسي- ان لا قدر الله في اخفاق من بدري انا نفسي يبقى انتوا كلامكم صح وان الراجل ده فعلا كان محضر وان الراجل ده عنده استراتيجي كان ماشي عليها ولا ده عنده خطتين. لا انا ده هشوفه في دور الثمانيه لما هتشوفه يلاعب مين فرقة اللي في دور بجد. الثمانيه بس صح ماشي. فانا اتمنى ده. يعني انت لو لكن انا في اللي هيحصل يعني انت سايب طب انت لو وصلت سيمي فاينل تمام فشل. لو ما لعبتش ايه يعني فاينل انت فشل. وصلت سيمي فاينل يعني لا. ايه يعني ما عملتش فشل حاجة. ازاي لا يعني انا يعني انا ايه شايف فشل يعني يا ريان انا معلش. شايف حسام فشل. حسن ازاي طب انت منتخب لو جيت مصر لعبت انت لعبتك نيجيريا في السيمي احسن فاينل احسن ولا- من مين يعني انت احسن لعيبتك دي احسن من منتخب نيجيريا انا بالنسبه لي لعيبتي احسن من منتخب نيجيريا بس مش كلام على الورق يا جدعان احسن من بس. منتخب نيجيريا. نيجيريا خلي بالك كلهم يعني يعني أنا- لوكمان لا. واوسيمان لا، ومش عارف أفراد. لا افراد منديلي مش تيم. مش لا ليه هم عاملين ماتشات كويسه جدا عاملين ده ماتشات كويسه بس يعني بس وتيم كويس افراد. جدا يعني- اقوى من كوت ديفوار اقوى كوت لا، ديفوار شوف بيلعبوا كوت ديفوار. باماد لا كوت ديفوار كانت كيسيه قويه جدا يعني امبارح الماتش يا جماعه لا شوف بس كوت خلي ديفوار بالك دايما فرقة لما قوية. الافارقه ما بيلعبوا ما بعض تحكمش عليه. الريتم بيبقى مختلف انت بالظبط. كشمال أيوة، افريقيا انا بتكلم دايما إن انت رخم عليه لا انت ما تقولش لا انا بالنسبه لي كوت ديفوار فريق جامد جدا، نيجيريا فريق جامد جدا، المغرب افراد اكتر من فريق بس المغرب. كوت ديفوار فريق جامد. انا المغرب- شايف الجزائر اقوى من المغرب الجزائر كويسه جدا. الجزائر عندي احساس ان كويسين. الجزائر اقوى الجزائر من ما المغرب وخلي بالك مش حاجة عليها قوية. سبوت خالص. طب ما انت ما لعبتش بس في التلاتة الدوري. لا خلي بالك التيم خلي السودان- بالك انا بور- اتفرجت عليه امبارح يعني مثلا خلي بالك بوركينا فاسو دي مش بوركينا منتخب فاسو ضعيف ومش قوي ماشي يعني بس اصلا بوركينا فاسو نفس ليفل امبارح جنوب افريقيا لا 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 والله. لا جنوب افريقيا على سن لما باركونا يا على عم سن كمان في الجزائر التصفيات. قويه، الجزائر قويه. انا شايف الجزائر قويه وعندها فرقه ستيبل اللي انا عايز اوصله للريان ان لا انت لو ما وصلتش نهائي ده مش فشل لان انت في فرقه تانية قويه مش فشل يعني- بس ما نجحتش في اللي انت عايز توصل. انا مش عايز اوصل اصلا انت مش يبقى هتاخد خلاص ما البطولة. تروحش يعني. لا، بس يبقى- لا، لا خلينا انا نقول. انا هتفرق في الشكل يا جماعه برضه. أنت طبعا لو بس بتلاعب نيجيريا وعملت ماتش جامد قوي وطلعت وخسرت، عادي عادي. هنسقف. لو بتلاعب فرقه، لو بتلاعب الكونغو مثلا هي فرقه مش قوي مش لا، ما انت مش كده كده ضعيفه. بص معلش يا جماعه مش انا ضعيفة. طب بتكلم- ثانيه واحده طلعت ثانيه وشكلك واحده وحش. ثانيه هقول بس نقطة معلش بس هقول العطف. حاجه مهمه نقطة بس جدا العطف. هقول حاجه مهمه جدا يا جماعه انتوا شايفين قولوا لنا في الكومنتات انت موقفني عشان تقول لي انت شايفين. اقول ايوه طبعا قولوا لنا انتوا في الكومنتات راي ريان صح ان انت لو ما وصلتش للنهائي ده فشل ولا مش فشل يعني انت لو وصلت للسيمي فاينل وطلعت من السيمي فاينل هل احنا كده حسام حسن لازم يمشي عشان احنا فشلنا ولا انا زي مثلا انا بالنسبه لي انا لو وصلت للسيمي فاينل انا مش شايف ان ده فشل للمنتخب بس بيحاول شايف يطلع إن ده نفسه حاجة- ملاك حاجه عارف حلوه مش حاجه وحشه لا انا ف- لازم انا وجهه لا معلش نظري بس يا دوما بس اقول كل حاجه. واحد قول.
قول يعني قول هي قول. نقطه بس، يعني انا دلوقتي
كسبت جنوب افريقيا 1-0 وهم كانوا عاملين ماتش جامد قوي، اقول والله معلش يا بتوع جنوب افريقيا انتوا عملتوا ماتش حلو بس خسرتوا؟ لا، انا اي حد يبقى كسبان 1-0 طبيعي ان الفرقه الثانيه تبقى ماسكه كوره وعامله ماتش كويس. انت ماسك عليك كوره عشان تطرد منك واحد يا ريان. انت و- الشوط لا، الاول كله وخلي بالك جنوب افريقيا اصلا ما عملتش عليك خلي هجمه. بالك يا شاعر، انت لو ما كانش طرد منك واحد وكنت فتحت الجيم مع جنوب انا ما افريقيا كنتش ما كنتش عارف هتكسب. هفضل مكمل انت كان بالريتم انت اللي انا كنت الحمد لله بلعب ان انت بيه. عرفت ان انت لا انا خلاص مش عايز وانا اهاجم. متهيألي حسام حسن هيعمل كده لو وال- لاعب فرقه كبيره تانية أيوة. هيعمل اللي انا كده. بقوله ان انت في ماتش جنوب أنا افريقيا فاهم قصدي انا؟ انت فاهم ما بس كنتش وحش خالص انا لو قبل الطرد. انا انت لو بالعكس انت كنت احسن من جنوب افريقيا. جنوب افريقيا ما عادش عليك هجمه واحده. ايوه ماشي يا شاعر، انا بتكلم بقى في فأنت الشوط كنت الثاني. كويس. الشوط الثاني انا جنوب بصراحه أفريقيا الشوط الثاني مطرود منك واحد وكسبان انا 1-0. بصراحه اتمنى فطبيعي ارجع ورا. نروح كاس العالم بحسام حسن، دي وجهه نظري. وانا كمان نفسي نروح بمدرب مصري بصراحه. انا شايف ان هو يعني، بس طبعا ده بيزد على اللي هو هيقدمه الماتشات الجايه. بس لو خرجنا سيمي فاينل باداء مشرف وعاملين بطوله وواضح ان في انا جمل بالظبط وواضح ان في فكر تفرق في والكلام ده الشكل كله يعني. وخرجنا، بالظبط. ما عنديش اي مشكله خالص، هبقى راضي حتى عن تجربته. انت هتقيمه بس بدايه من دور الكام؟ انا 16 ولا بقيمه انت قيمته انا خلاص؟ انا بقيمه من دلوقتي. انت قيمته بص أنا خلاص؟ لا مش قيمته، انا لا، بقيمه. انا النهارده في المجموعات لو ادي حسام حسن اديله 50%. انا اديه ماشي. اكتر شويه بصراحه. انا 50% لا، يعني 50% شفت منه ماتش كويس بتاع جنوب افريقيا. انا شفت منه ماتش كويس الباقي انا شفت منه ماتش وحش وماتش حلو جدا، خلاني احس ان هو لا هو مذاكر ومحضر وان هو لا انا مش قافل دماغي على حاجه. بس رجع بصراحه قراره في ماتش انجولا حسسني انت ان استعجلت برضو ان هو لسه محتاج تشوف. لا ده انت محتاج بقى نتفرج عليك تاني. لا انا الصراحه شايف ان يعني ماتش زيمبابوي مش كارثي زي ما انتم موصلين لي. وحش، انا مش كارثي. مش كارثي. يعني انت جبت جوانك كور فرديه. ايوه يعني مرموش خد الكوره في طب ما الشارع، انت عارف ما الشارع انت قبليها طول الماتش كنت بتعمل خلاص يا كور. جماعه فكوكم ماتش عدي يعني انا عدي. شايف ان لا، هو مثلا لا، يعني ماتش هو وحش. بيقول 50%. ما هو لا انا بالنسبه لي 70% ما طبعا. ينفعش يبقى حاسب ان ماتش زيمبابوي من الماتشات اللي حسام عملها كويس عشان كسبنا. انت هتعيط ليه؟ لمجرد ان انت كسبت لا ده انا رصيد لمجرد ان انت كسبت بس. لا طبعا يعني انت كسبت بمستوى مجرد فردي ان انا لمرموش وصلاح. انا لا كور يا عم متشعلقة. ارجع شوف يقول لك انت رحت للجون انت مش رحت كتير. الستاتس يا شاعر. كتير قوي. شوف الاكس جي بتاعك كام في الماتش. عشان المنتخب اللي بيلعبه ضعيف جدا. طب ما يعني يا عم انت فايه يعني النهارده انا بتلاعب مالي؟ ناس طب ما ما هو يعرفوش عشان بعض. المنتخب ضعيف وصلت وما عرفتش اسجل. انت رحت النهارده في اخر الاكس الماتش. جي بتاعنا كان كام؟ حد يعرف؟ يا باشا مفيش حد يعرف الاكس جي ده في مصر كلها اصلا غيرك انت. ايه الاكس جي ده؟ ايه الاكس جي ده؟ الاهداف المتوقعه. ده متوقع. ماشي طب يا عم الماتش وحش. اول حاجه التشكيل بدا بيه مش حلو. بالظبط. لما غير وحش. بالظبط، ما ده اللي احنا بنتكلم فيه، ان هو حتى لما جه يغير ما غيرش حد من الستتين، ده غير فيرود. انت كسبت. انت تقريبا 35 لو انت بتدور على الرقم تقريبا 35 ده وده اعلى معدل في تاريخ البطوله والحاجات باشا. لا، انت أنا حسام عبد ده المجيد كان total shots. محطوط. حسام عبد المجيد كان محطوط في تشكيله الاسبوع. والله والله أيوة العظيم. يعني في ماتش ما- زيمبابوي ده قال لك التحامات خد 9 من 10 ما انت لو شفت بتتكلم كاستاتكس والكلام ده كله شفت مش ال- هنخلص ده يعني. كارثه. حسام عبد المجيد ده اصلا اول طياره ويرجع. ده بشع. ده والله ريان خلص عليه يا ابني. ريان لا هو خلص ربنا عليه. يكون في عون الزمالك يعني. ده الزمالك دول ليهم الجنه وحياه ربنا. وشحاته. لا ومحمد اسماعيل. يا بس هو على فكره هو متنجم هنا ده عندنا. محمد شحاته الدوري النهارده عمل المصري. واحده بشماله اقسم بالله. كانت لو مميتة. في الفرقه بتاعت طب- امير الظلام ومش واعمه ما كانش هيعمل كده اقسم بالله. وخدها على نص الملعب الام واخدها على شمال. وخدها على شماله برضه قال يعني مميز بالشمال وراح حاططها في المدرجات. ايه يا ابني ده؟ لا جماهير الزمالك لها الله يعني. قال له امير الظلام. طب احسن واحد كان في ماتش انجولا شيكو بنزل اللي الناس كلها بتبقى شيكو عمالة- بيتزا. والله العظيم. شيكو بيتزا. حالك الإفيه. مش قادر اشوفه غير كده. لا شيكو بس والله بيتزا. كان احسن واحد وكان بيجري كان وخطر. خطر. لا في يا كوره اللي راح انفراد باشا 1 2 دي خطر. اسمه ايه فريدي بتاع نص فريدي الملعب اللي برضه قلت لك كان- عليه. هي يا فريدي. كابتن ما تصغرناش. طيب يعني انت يعني انت عايز حسام حسن يكمل. انا اتمنى بصراحه. 2.9. ماشي يعني انت كنت حاجة المفروض تانية. تجيب 3 جوان جبت جونين. ايهاب انا بصراحه انا أتمنى. بالنسبه لي اتمنى ان هو يكمل، بس اتمنى بس ان هو حته التفاؤل دي لازم تتشال من عليه. هو لازم يقلع اللي هو كان لابسه النهارده. فكره ان انت يعني بادي هو كارير، هو ها؟ كده كده كان التيشيرت الاسود ده هو بيتفائل بيه. آه. الجو بره برضه الجاكيت ممكن يجيله برد. لا بس انت بتتكلم في نقط مهمه جدا. لا والله بتكلم والله. انا بتكلم دلوقتي لا، بجد. خلي يعني انا بالك. دلوقتي مثلا هم مصطفى- فعلا بيؤمنوا لا بالحكايه بس دي. دي حقيقه وانا بيؤمنوا. عارف. حسن أنا- شحاته كان لا انا بتوع الزمالك يعني
في ناس كده بتتفائل وبتشام، فانا في فاهم ناس هو ايه، ما انت بيتكلم قلت في ايه. خلاص بتوع الزمالك يعني دريها وتقول في ناس لا بس خلاص. هو حسام حسن لما كان ماسك الزمالك انا فاكر كان عنده قميص ابيض قميص ابيض ما بيتلبس كانش على طول. بيلعب ما ده اللي جري ورا الواد المصاب مش بيه. فاكر ده كان لابس ابيض عندي ساعتها عندي مثلا وفانيلا حمالات تحت. في واحد مثلا كان بيصوم يوم الماتش، فابتدى يصوم كل ماتش، فابتدى يبقى فيه ماتشين 3 في الاسبوع غير الاثنين والخميس، والله فبقى بيصوم طول يعني ماشي. ما هي خلي بالك كتير. المعتقدات بس سيبك المعتقدات دي يعني. انت مش هتغيرها لا النهارده، ما انا مصر دلوقتي كلها ماشيه كده. بتفائل بمصطفى فتحي. مصطفى فتحي ما بيلعبش يا كابتن. مصطفى انا بتفائل دلوقتي باحمد عيد. بصراحه الحاجات انت اللي قصدك انه واخدهم معاه في القايمه يعني. لا دول- احنا احمد عيد ما احنا كابتن بيلعبش. حسام بعد البطوله ان شاء الله لو هو مش ربنا هيلعبه كرمنا برضه. يعني في بس هو البطولة بالفعل دي، فيفا جايبه في القايمه ما يعني. مش لازم مشكلة. يقعد مع نفسه في حاجات انا كتير. مش عارف، انا بصراحه برضو ده بس انا مش مشكلتي قادر بس معاه. احدد انا عايز كابتن حسام حسن يكمل لكاس العالم ولا لا. ليه ايه وجهه نظرك يعني؟ انا شايف ان اللعيبه اللي معانا تستحق حد احسن من كده. مش هيلحق مش يشتغل هيلحق يا شاعر. صح. وانا بختلف مش معاك عارف. في يعني الحته دي بصراحه. الاوبتيمم ان انت تعمل بطوله كويسه وتستمر بنفس بس المدرب. انا حاسس ان احنا ممكن ده نطلع بيرفكت سيناريو. ده البيرفكت ايوه بس انا حاسس ان وتنجكت احنا الناس القماشه بتاعه. اللي معانا دلوقتي لو معانا مدرب مثلا زي هيرفي رينايت اللي هو عارفينه ولا مش عارفينه عارفه طبعا. عارفينه طبعا. حاسس ان هو ممكن يعمل حاجه اللي بس هو كان لازم، ما هو ده ما ينفعش من يجي بدري في يا 6 شاعر. شهور، ده كان لازم يبدا معاك ده البروسيس دي من ده سنتين مشروع يا شاعر. يبني لان يبقى مشروع. عشان كاس اصل انت ما هو هيرفي رينار ده مش هيجي لك كده. بيتفائل ومش بيتفائل وبتاع، هو ده مشروع يعني؟ ده المشروع اللي انت عايزه؟ ما انت خلاص خلاص انت انت بدأت. انت يا بدأت باشا بس واحده خلاص واحده انت بس. كان ده بدأت. دايركشن خلاص. الراجل شغال كويس اه. الى حد ما لحد دلوقتي. النقطه الايجابيه في اللي احنا شفناه من حسام حسن ان هو طور لما ماشي. كان ماتش وحش. طور من نفسه هو. يعني ما ابتداش يعني. فالنهارده انا متفائل ان لو عملنا بطوله كويسه هيراجع نفسه في القايمه. ماشي. يعني هيبتدي فيه مثلا 3 4 لعيبه ما لهمش لازمه في القايمه، دول لازم يعني مثلا احمد عيد، شحاته، خالد صبحي، ناس شحاته، كتير قوي، ناس كتير محمد قوي، اسماعيل، ناس كتير قوي. مصطفى صلاح فتحي. محسن، صلاح بس محسن، الناس دي كيكه صلاح عمرها ما هتلعب يا محسن. جماعه برضه. ماشي بس ما يروح صلاح محسن. معلش ما ما خدهمش ما معايا. يروحوش صلاح كاس عالم. محسن. صلاح لا محسن. معلش مش قصدي حاجه، مثلا انت عندك واحد زي سام مرسي ده مثلا. والله بكلم بجد، هو ده السنه اللي فاتت كلها لعب بريمير ليج ماتشات كلها 90 مش دقيقه، هينفع يجي، ما بصش مش ليه؟ هينفع يجي، عمل ليه؟ مشكله مع صلاح سمعت. مش هينفع يجي. لا والله. دي حاجه بقى تانية انا ما اعرفهاش. ماشي. هو ايه المشكله بقى عندك دي؟ تفصيل الموضوع لا ده هو ولا؟ بيطلع يدعم فلسطين والناس كانت قايمه على ماشي صلاح بسبب يعني مش ما هينفع بين- يجي خلاص يعني مش هينفع. يعني في كلاش ما بينه وبين صلاح. هينفع ماشي يجي. طيب تمام، انا بتكلم بس من برضه المنطلق ادم ده. برضه بصراحه حسام مرسي لما جه برضه ما اداش حق ان هو أيوة، لعيب بس يعني. احنا ايوه بس بنتكلم ده في واحد حتة الفير. ده كابتن فريق كابتن بتاعه فريق في البريمير ليج ليج وبيلعب كل بيلعب 90 الماتشات. وكان بيجيب اجوان يعني اكيد احسن من نني اللي كان بيجي. طبعا. يا جدعان النني برضه يعني اكيد احسن. بيديك 7 من 10. لا معلش مش احنا بنتكلم ان احنا مش احنا بنتكلم في مشروع. والله بكلم بجد. النهارده بس- مصطفى فتحي ده في بيراميدز. طب بيلعبش مين اللي بيلعب في بيراميدز؟ ما اللي بيلعب عليه زلاكا وقطه واحد زي على قطه فكره ده. قطه قطة ده جامد اللي ما لعيب ينفعش. كويس، قطه لعيب كويس قوي على يعني فكره. قطه ده كان لازم يبقى في المنتخب. قطة معلش ده مع لعيب كويس احترامي، قطه ولا محمد حلو. شحاته يا جماعه؟ لا قطه. ما فيهاش واقول لك على الصح برضه، واحتكاكات اقوى واقول لك وبطولات على اقوى. الصح ولا ده ولا ده، عشان ده مش يعني جسمانيا يا ادم انت ماشي يعني معلش. ما لا ينفعش يا بس جماعة. هو لا حركته يا ايهاب. مين لا انا قطه. انا بالنسبه قطة لي جامد. لعيب لا الكوره لا ده لا لازم قطه ده يبقى- اختراع. قطة بس جامد. الواد اشتغل في افريقيا قطه بقول لك ايه، وبتاع قطه عمل ماتش على وخد- اتحاد جده. لا قطه ده اختراع يا ايهاب. انا إيه ده؟ عارفه وجاب والله هاتريك في اتفرجت مين؟ عليه. ده جاب هاتريك. لا، جاب هاتريك في اول ماتش في دوري ابطال افريقيا السنه الجديده. لا هو لا قطه جامد لا قوي. هو الواد وكمان لعيب خد ثقه في كويس. نفسه قوي. لعيب هو لعبوا كويس، اتحاد جده بس ولا اهلي مش جده؟ منتخب مصر. اهلي جد. اهلي جده. ومش نادي اهلي يعني ولا منتخب أنا مصر لا، ولا لا. لا انا مثلا بالنسبه لي طالما محمد طب شحاته ده منتخب يعني هقول لك حاجه، يبقى قطه هو ده منتخب. بركات يعني كان جسم لعيب كوره. يا شاعر الكوره اتغيرت قوي يا شاعر. ايوه لا، ماشي لا، يا لا، ايهاب لا، بس لا. يعني ابويا كان ايوه جسمه بس لعيب انت كوره. اختبرت الواد ده ايهاب في كابتن افريقيا. ياسر، أيوه. كابتن ياسر لا، ده مش اعظم جسم- باك رايت جه في باك ليفت بس باك مش ليفت مشكلة. يعني. لا انا بس كده احسن باك ليفت جه في تاريخ الكره المصريه. اتغيرت والله. شحاته راح المنتخب. ماشي. يبقى اي حد يروح المنتخب. لا معلش. لا قطه ده انت أحمد اختبرته في عيد. افريقيا. يعني انت يا لعب في افريقيا لا ولعب لا دي افريقيا قصه تانية خالص. يا باشا لا 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 انت لسه بتقول معاك ان بس ان لا، بس ان جنوب افريقيا كلها صن اورلاندو داونز وصن بس داونز. ماشي ده جنوب افريقيا. لو احنا لكن بنتكلم قصدي حق إن ربنا انت لا اختبرته في المستوى قطه اللي بطوله دي شبه زي قطة زي جامد. البطوله زي دي كان لازم يبقى موجود قطة. هو ريان ما بيحبش القطط فهو مش عايز. لا هو انت بيراميدز مبدئيا، هو انت عندك مين في بيراميدز في المنتخب؟ مهند لاشين مهند واحمد لاشين الشناوي واحمد الشناوي ومحمد حمدي. محمد حمدي. ومحمد مش حمدي. محمد حمدي اللي بيلعب. احسن فرقه في ما مصر ينفعش السنه ما اللي ينفعش ومصطفى يبقى فتحي. ما ينفعش ومصطفى مصطفى فتحي ما أربعة. ينفعش يبقى الزمالك مثلا معلش بالمستوى اللي هم بيقدموه الفتره دي اللي فاتت حقيقة. دي
الاهلي يبقى في منهم 5 6 في المنتخب لا وبيراميدز لا لازم لا عشان لازم لا عشان مفيش يجي حاجة قاعده اسمها لازم. هي يا باشا لازم. قاعده لازم. كوتا يعني انت يعني انت الاهلي النهارده خدت والزمالك محمد لازم صبحي. يبقى فكر واخد خدت تخلف يعني معلش فكر مش قصدي حاجة، متخلف مع يعني احترامي ليه، وانت خدت محمد صبحي كومبارس
وواخد محمد اسماعيل كومبارس هو مين محمد صبحي ده اصلا؟ اللي هو الجول جول. الرابع. جون. تمام معلش مصطفى فتحي النهارده كان لازم يبقى زلاكا هو اللي موجود، معلش مع احترامي من اسمه يعني، بس هو الراجل اللي بيلعب. بس والراجل بعيد قوي فت. يا ادم، بعيد قوي يا ادم. ما انت بتعمل، ما انت بعيد بتدخل قوي إن ناس، أنت ما تلاعب- ده اللي انا أنت بتكلم بتجيب ما انت البعيد، بتبني، فاهم؟ يبقى انت بتبني يا بص يا إيهاب. ادم، انا بالنسبه لي انت بصراحه، بتبني. انا بالنسبه لي لعيب الكوره ده لازم يبقى عشان توديه منتخب لازم يبقى هو عدى حتى على منتخب شباب، على خلاص على يا اخي لا ده انت كده منتخب القاهره يا راجل. لا ده انت كده راجع بالزمن. لا ما ده صح، ده الصح. يا إيهاب ما انت عشان يبقى اصلا شكل يعني طب معلش يعني هو احمد عيد ده معدي على ايه؟ لاعب منتخب شباب. طب مصطفى فتحي. طب مصطفى فتحي فتحي لعب لاعب يا لا ادم، لاعب لا يا راجل ده مصطفى فتحي ده لاعب جايبين. مع ال 94 يا ادم. ما لعبش لا. ايوه بس يا عم والله إيهاب، راح. ال 94 اصلا كل- منتخبهم ملغي من ايام لا، لا، ما من ايام ريد ادم موتوسيكل. ما لا، كان هي بيلعب عموما خلاص عليهم. ايوه بس انت ممكن يبقى لعيب عادي ما وصلش للبيك بتاعه، ايوه ايوه فاهم؟ عادي. فما راحش اه المنتخب. عادي لا عادي. ومصطفى عادي. فتحي كمان لا انا مش توصل بتكلم للبيك على كده، انا فأوقات بتكلم بس بتنزل. انا بتكلم ان احنا لا، خلي لازم بالك هو ده بتتكلم في الصح. لا هو انت بتتكلم في الصح. أنا بتكلم في بداية- الصح. هو بيتكلم في الصح يعني بس هو المغرب بيتكلم مثلاً- من حته بعيده قوي. المغرب مثلا مستحيل تلاقي لعيب يعني مثلا الزلزولي ده. طب صديقي تعالى نتفق على حاجه. منتخبات صديقي الشباب بتاعتك عامله صديقي ازاي؟ انت بره الكادر. منتخبات الشباب بتاعتك عامله ازاي؟ ما هو لا، حلو بقى كويسين. حلو. هتاخد من دول كويس، مين اللي حلو. كويسين؟ إيهاب. لا مين اللي تجيب كويسين؟ مين؟ معلش تجيب معلش. السكر. قصدي ان ممكن انت تجيب لو عندك الضغط. انت لو عندك سيستم صح اللي انت بتقوله ده تمام، بالظبط عشان كده كده خلي بالك عشان كده انما انت خدت منتخباتك معلش، اصلا معلش. ملط. عشان كده انت خدت 3 بطولات افريقيا معلش. هي سهله. صح بس صح هو كان مين اللي خد ساعتها بطولة كان أفريقيا؟ ساعتها الشباب. تمام. اللي كان أحمد كان احمد فتحي. فتحي كان وعمرو ساعتها زكي صح. وعماد متعب، الناس صح. دي اللي هي لعبت كاس عالم للشباب صح. ولعبت، فانت كنت مؤسس صح. صح. حتى لو كانت معاك صدفه. انما النهارده وخلي بالك المنتخب اللي راح كاس عالم 2018 واللي وصل فاينل ده ال 94 بقى اللي انت 2017 بتتكلم ده فيه. كان برضو كلهم صالح شباب. جمعه. كان صالح جمعه وكهربا وأحمد واحمد حسن حجازي كوكا واحمد ووردة حجازي وورده، صح. الشباب دي كلها. انت النهارده ده مفيش الكلام عشوائي، ده. انت شغال. انت النهارده مين الوحيد اللي شغال. لسه كنا بنتكلم في الماتش اللي فات المنتخب الاولمبي، انت خدت مين؟ خدت محمود صابر وابراهيم عادل تقريبا واسامه فيصل وابراهيم عادل. وابراهيم عادل. لا ما لهمش دور خالص. اللي هم وما لهمش اصلا دور، اللي هم يعني اصلا انت معاك في المنتخب تحصيل ماشيين. حاصل، الوحيد اللي ممكن ابراهيم عادل. صح. فانت النهارده اصلا ما هو ده بقى بدايه ان الكوره في مصر بتنهار ومفيش اساسا موهبه. ما ده اللي بنعاني منه في الدوري والله وده اللي خلى عبد الله السعيد يلعب 40 سنه يا جماعه. والله وما انت والله مفيش أدم- بلاي ميكر لا عارف تجيبه. و40 سنه احسن لعيب في الدوري يعني. ما هو ده اللي يعني انا بتكلم ما- فيه. والله في موهبه، بس المشكله ان بقت في بعد ما فلوس وبزنس و دي عايزه حلقه لوحدها دي. دي لا، قصه لا، دي تانية ده طبعا. عايزه يعني قصه ده لوحدها وكلاء وحلقه لوحدها والكلام ده كله. دي نجيب كابتن ياسر فيها دي. لا دي كابتن ياسر هيمشي من النادي. مش هينفع والله كان ف... جول. لا بس انا متفائل من قبل البطوله طب انا بس عايز اطلع قبل ما اروح لكاس العالم وكابتن حسام، احنا خلاص رحنا يعني، بس انا عايز نتكلم شويه عن جماهير المغرب وازاي ان هي قدرت تروح لمنتخب. وفعلا انا الاول انا كنت فاكر ان هم فعلا مش بيشجعوا منتخب مصر وان هم مش عايزين يشجعوا. بس احنا شفنا ده في ما ماتش بس جنوب إحنا افريقيا. خانقت شفنا معاك في- كتير في الموضوع ده يعني. بس احنا شفنا في ماتش جنوب افريقيا فعلا بيشجعونا، يعني فعلا تحس ان مصر بتلعب في استاد القاهره. ايوه فمن بس هنا من توتو كوره احنا بنشكر جماهير المغرب وبصراحه يعني لا فرقوا معانا طبعا. فرق فرقوا معايا. جدا وظهرت على فكره على اللعيبه واللعيبه كان عندها حميه وحسوا ان هم في مصر. اي نعم شكرا طبعا على جماهير المغرب ده. اي نعم احنا هنكسبكم لو قابلناكم يعني، هناخد بطوله منكم في ارضكم، بس ربنا يستر. شكرا. ربنا يستر. زي لا حسام وخلي عبد بالك المجيد خلي بالك هيجيب جون وخلي كده. بالك في مفارقه غريبه جدا. قال لك انا حاسس ان انا هطلع قفص بصل. خلي بالك يلا يا في باشا مفارقة- على الله. في مفارقه غريبه جدا ان جماهير المغرب لسه من قبل البطوله باسبوع عاملين مشكله رهيبه مع لعيبه ما- الاهلي. لما كانوا حاتفين في الازايز ماتش الجيش الملكي. ايوه ده طلع واللي قال الحد فيه والكلام ده. قرار. سبحان الله تحس ان في شيزوفرينيا اللي هو يا جماعه انتوا بتحبونا ولا ما بتحبوناش. لا، بس لا، هو دي بس حقيقة. هو دايما الاهلي في كيس، الاهلي كيس في خلي افريقيا. بالك بتجيب منتخب بس- مصر ايهاب قالها منتخب مصر برضه فيه محمد صلاح. في مرموش. حد انت مش هتشوفه كل يوم. مرموش وكده. لا طبعا بس طبعا لا يعني هو بس جماهير أشكرهم. المغرب ما بتحبش الاهلي برضه عشان الاهلي برضه بس هل تفتكروا بالظبط، بينيمهم بالظبط. دايما من بدري يعني واخد الوداد رايح واخد الرجاء جاي يعني عادي يعني. دي حقيقه بصراحه انا مش هقدر انكر. لا صح يا باشا. احنا بنحبهم. لا ما احنا خلاص فصلنا الاهلي عن مصر. الأهلي حاجة ومصر حاجه واحنا هنشجع المغرب يعني ما عندناش مشكله. انا عامه كده كده. انا فعلا في كاس العالم ديما كاس مغربي. العالم احنا كنا برضه احنا بنشجعهم. كنا بنشجعهم وحتى طبعا اوناحي طبعا. برضه طلع عمال دي واحده برضه في كاس الامم اللي فاتت ملهاش اي لازمه وشجعوا نفسهم. طب بما ان احنا معلش بقى جبنا سيره الاهلي، ايه رايكم في اللي بيحصل مع حمزه عبد الكريم ده وان في اخبار طالعه ان الاهلي موقف حلم حمزه عبد الكريم؟ وازاي هقول لكم هو اصلا حمزه عبد الكريم الماتشات اللي فاتت اللعيبه جمهور الاهلي زعل عليه.
أنا بس هقول لكم انا عندي حاجه انا عديت بيها. انا بقول بس إن حمزه عبد الكريم لو طلع بره النادي الاهلي ولعب في الدوري المصري، حمزه عبد الكريم سنه ولا 2 خلاص في لا الدرجه بس انا الثانيه. خليني اقول لكم طبعا. اللي بيتقال طبعا. وعايز عبد اسمع الكريم. راي كل واحد منكم. احكي القصه يعني هي القصه ان اللي بيتقال في الاعلام ان برشلونه عايز حمزه عبد الكريم، وعايز والاهلي بيطالب ب5 مليون. لا انت كده احكي لك انا القصه. انا هقول لك بس انا هقول لك انا اللي ايا كان بيتقال في القصه من هنا ومن هنا، انا شايف ان دي مش انا هقول لك اللي موجوده. بيتقال في الاعلام الاهلي عايز 5 مليون ومش موافق غير كده. وفي قصه تانية بتقول ان برشلونه بتقول لا انا عايزاه 6 شهور وهحط لكم بنفيتس بعد كده لو هو ال6 شهور دول تمام. تعالى بقى نتكلم ان هو هديكم 1.5 مليون يورو، وبعد كده لو اعاده وليك بيع 10% هديكوا بقى كذا و20% ومش عارف ايه والحاجات وكذا دي. وكذا ما ده وكذا الطبيعي. وفي ناس بقى بتقول لا. ما هو ده الطبيعي. هو حمزه عبد الكريم عمل ايه؟ اسمعني معلش. بس. انا من الناس يا في جماعه ناس بقى اللي بتقول اصلا تالتة مفيش ان حاجه اصلا خالص. برشلونه عايزاه 6 شهور ببلاش وبعد كده والله لو لا ببلاش. والله انا اقول هحكي حاجه، لك- أنا هحكي لك بقى- انا القصة. بقى اشوف ان الموضوع ده كله مش موجود. معلش انا يعني الاهلي لا مش يا موجود. راجل. يعني مفيش برشلونه اصلا. لا استحاله. لا طب ده كده طب خلينا سيناريو حاجه غلط ثانيه. انا النهارده برشلونه جاي عايزه لعيب من عندي، انا ما بشاركوش معايا في الفريق الاول ومش ومش مستفيد هتشاركوا منه أصلاً، ومش ومش هشاركه. هشاركه ومش الكلام ده كله. ما ان شاء الله يروح 6 شهور ببلاش. طب ما انا المستفيد، لان مستفيد هو راح إيه؟ مستفيد ان هو راح مستفيد كل اتمرن حاجة. وشاف الكوره الحقيقيه، هيرجع لي بمنتاليتي مختلفه. الاهلي على فكره مش رافض ان هو يروح. ما انا كنت عايز احكي القصه فعلا. هو يا باشا الموضوع انا بقول لك كالآتي. اللي اتقال في الاعلام يعني. المعلومات بقى الحقيقيه المفروض ان برشلونه عرض فعلا المعلومات دي من مصادرك الخاصه من مصادر خاصه. على مسؤوليته على هو. مسؤوليتك عيب عليك. الشخصيه. على مسؤوليته. واحنا برشلونه ما عرض يا قلناش باشا قال لك 6 شهور، اخد الراجل ده 6 شهور خلاص. لون مش معايشه، لون ماشي. يعني بفلوس. اعاره تمام. وهدفع في اخر اللون ده اوبشن تو باي يعني 1.25 مليون يورو. مليون لا، 250. طب لو اخر اللون مش عايزه يرجع ماشي يرجع لك. مش هيدفع لك، يعني مش هيدفع لك فلوس. مش ما لا يدفعليش. يعني في ال6 شهور دول غالبا في خلي بالك هو لو في لون لو فيه لو لو بيطلع غالبا. لو عشان افهم بس غالبا بس حاجه عشان حاجه اقدر ابيز رايي. حاجه فيري مينيمال. انت اصلا لو أنت بتفكر شايف في إن الموضوع الفلوس- ده يبقى انت يعني لا، سوري ليه؟ انت رايك ليه؟ مش عايز اسمعه. لا ازاي؟ هقول لك لا يا باشا ايا كان هكمل اللي لك بس هيجيلي منه القصه. ما انا هكمل لك مش- القصه. انا هستفيد. الاهلي رد قال ايه؟ قال لك يا باشا تمام انا ما عنديش مشكله، خدوا 6 شهور وخدوا 6 شهور ببلاش. حلو أوكي. جدا، ده تمام. رد محترم. إيه اللي رد موقف محترم الموضوع؟ جدا. بس تعالى بعد 6 شهور دول نقعد على الترابيزه نتفق. بدل المليون و200 دول تعالى نشوف نتكلم. بالظبط. هو برشلونه كان عرض ايه؟ عشان دي نسيت اقولها. قال لك 1.250 ده الكاش، وفي فاريبلز متغيرات يعني توصلك ل 4 مليون يورو. حلو جدا. تمام. نسب مشاركه بقى والكلام ده كله. حلو جدا. خلاص. في معينه يعني تمام في اول سنه مثلا مش عارف حاجات متغيره غالبا مش هتشم منها حاجه. معلش يا جماعه انا تمام؟ عندي سؤال، هو حد طب ما اتفرج دي- عليه اصلا؟ لا يعني محدش هتفرج على عارف. حمزة انا اتفرجت عليه محدش في عارف. بطوله انت الناشئين. اتفرجت عليه في الاهلي؟ لا في ماتشات الاهلي ما سيء شفتش جداً. ماتشات معلش بس يا جماعه خطير. خلي انا عايز اسمع يعني قول. وفي الاخر المهم يعني ان الاهلي رجع قال لهم لا نقعد على الترابيزه بعد 6 شهور نقعد نتفق. دي مش خلاص. حنيكه مثلا من الاهلي. حنيكه طبعا. عايز اعرف المعلومات معلش. دي منين. نقعد مش نتفق. هينفع تقول؟ ليه على ايه؟ يا باشا المعلومات؟ يعني كذا مش حد هينفع عرف. تقول. كذا حد عرف. قلت له يا ماشي باشا قال لك ايه؟ لا نقعد بعد 6 شهور دول ما نتفقش نقعد على بقى سعر. نشوف احنا نقعد ونشوف لان انا ممكن ال نساوم 4 بقى. مليون يورو دول انا مش شفتش منهم حاجه. فانا لا تعالى ساعتها وممكن يبقى والله الواد جامد وبتاع مش عارف ايه واطلب منك ساعتها 3 مليون يورو. اطلب منك 4 مليون يورو فاهم كاش. ليه اصلا؟ تمام. برشلونه رجع قال وعايزين 10% اعاده بيع. سوري 20% اعاده طب ما بيع. نعمل كده فعلا. برشلونه قال لك لا هم 10% اللي كانوا حلو معروضين. برضه. ولا انا شايف ان هو أنا مش مهما عمل هاخده في ال6 شهور دول هو مليون يورو. فاهم بالظبط. أنا مش هاخده بس برضه مش والمعه وبتاع مش طالع نار من واظبطه. بقه يعني. لا ما هو فرق اناف اصلا يعني. انا انا معلش شايف بقى ان هو فعلا فرق اناف. فرق اناف. باشا. فين في ايه؟ فرق اناف. فرق اناف الديل بتاع برشلونه تيك كله. ديل تمام. توكل اللي على هو الله. ان انا اوديه 6 شهور يروح 6 شهور وما و- اخدش فلوس. انا هاخد مثلا 100,000 يورو مثلا مثلا. طب معلش يعني انت و- هتقف على ونرجع 100,000 يورو؟ شاعر يعني انت برضو يعني انت نادي الاهلي يعني تقف على 100,000 ما تطلع يا عم. يا عم هتقف ونشوف. على 4 مليون يورو. هو مين المستفيد؟ ما تيجي طب ما هتاخد يا معلش باشا شاعر، مليون معلش يا 250 جماعة. وطلعت واد عنده 17 معلش. سنه لبرشلونه. ماشي انا استفدت ايه كاهلي؟ الواد اتطور. العبط ده. اتطور بعدين. يعني ايه؟ يا يا شاعر. طبعا لا يتطور. طب بص ده لو انت كده ده لو ردك شهر. ردك ده أهلاوي يترد أوي. عليه أهلاوي أوي. يترد عليك لا بحاجتين. لا اول حاجه مم. اول حاجه مبدئيا انت استفدت ايه؟ استفدت 1,250,000 يورو. ما انت بتقولي مش هيديهم لي.
لا المليون دول لا بنقول لو الاوبشن كاش تو باي ده كاش هتاخدهم في ده ايدك. في اللون لا لا مش في ده اللون، لو انت ده لو تمام option الوقت to buy. لو to شاعر buy. تمام اوبشن تو باي ده ماشي. لو حمزه تمام. بمليون 250 ولو هو قرر مش هي هو برشلونه عارض ان هو بعد الاعاره دي هياخدوا مليون 250 بالظبط كده. ايا كان ايا كان كان يعني. لا ماشي لا اوبشن يعني مش عايز مش اوبشن ولا اوبشن بس ده مش صح. لا هو يا جماعه كده في كلام متناقض، لان انا بالنسبه انا لي بقول لك اوبشن، انا ما غيرتش كلامي. ثانيه، يبقى انا لو انا اوبشن انا كاهلي انا مش فاتحها سبيل يا عاطف. انا دلوقتي حبيبي يا ده جماعة ايه يا خليني شحات؟ ده أكمل. ماركت يا يا شاعر. هو إيه شحات إيه اللي ده لعيب شحات؟ عنده 17 سنه عمره ما هيلعب عندك، ماشي. ما تاخد فيه مليون وهتمشيه 250 الف يورو. ببلاش. ده من الناحيه يا عم انت الماليه بتقول لي اوبشن ده مش من- هيديهم لي اصلا، ما ممكن ما يديهمليش يا حبيبي واحده أيوة، اما أنت انت اصلا مش خسرت عايز إيه؟ منه حاجه انت اللعيب غبي. خسرت انت إيه؟ كاهلي خسرت يعني في الست شهور ممكن دول يا اما حمزة هيرجع لك ايه هيرجع لك ثانية لعيب بس. راح يتمرن في برشلونه 6 شهور. حمزه هتعرف في تبيعه. حمزه في مش الست أزمة. شهور دول تهزر؟ هيقدم لك ايه كاهلي؟ حمزه ما هي هيقدم مش لك ايه ازمه، في ما هي الست الفكره شهور؟ ان انت متعجرف وموقف عشان انا مش هستفيد طب حاجه، خلينا بس وموقف حياه ولد عنده 17 سنه ممكن يروح برشلونه خلي بالك عشان انت خلي بالك أصلاً مش فارقة خلي لي. بالك إيه عاطف، الخرا خلينا ده؟ ناخدها شق. انا النهارده دلوقتي مضرور في ايه؟ انا مش مضرور في حاجه. خالص. استفدت ايه؟ استفدت إن أنا مليون أولاً و250 لو بعته. الولد الصغير اللي اسمه حمزه عبد الكريم ده اسمه بقى فيري ويل نون في اوروبا عامه، بيلعب في اقوى صدرت لعيب في اقوى يا مدرسه شحات. كوره في العالم. ايوه تمام، راح هناك. ما تقوليش 6 شهور هيفرق في ايه، لا 6 شهور هيفرق في شخصيته جدا. صح. بيدرس كوره، بيفهم يعني ايه كوره، لان احنا اللي هنا فيه ده مش كوره اصلا. فلو حتى ما خدوش الاوبشن تو باي انت هو انا كسبان. راجع لي شخص يعني مختلف انا تماما. طب انت ايه وجهه نظرك؟ انا عايز عايز أنا فلوس. عايز فلوس. الشحات عايز فلوس. عايز مش شحات يا عطا. ما تبصش هو انا مش تحت فاتح رجلك. سبيل، انا كاهلي سبيل ايه هو يا ده شحات؟ سبيل حد عنده 17 مفيش سنه حاجه اسمها هو- شحات. هو أنت ما زي- هيلعب، مفيش حاجه اسمها شحات مش مبدئياً. هيلعب عندك. مفيش حاجه اسمها شحات. انت عملت مليون حتى لو مش 250 هيلعب من عندك. الهوا هقول لك حاجه، انت لو انت ليفربول وحد جه قال لك انا هاخد اللعيب اللي عندك يا باشا. ده لعيب وكذا. عنده 16 سنه مش هيلعب عندي، خده يا باشا ان شاء الله ب 10000 لا جنيه. طبعا أنا ما ده بعتوش. مش هيلعب غلط. يا أنا ما حمار. بعتوش. مفيش حاجه اسمها كده. شارع لو ده. انت عايزه تعالى ادفع ثمنه. حمزه انا مسعره ثمنه ما ايه اللي ما بعتوش. لعبش ولا ماتش ده؟ انت وانا مسعره كده. بكام أنا عشان مسعره يبقى كده. انت يعني شوف بقى الاهلي مسعره يا بكام شاعر ساعتها. انا ما بعتوش شاعر. اصلا، ما انت انا وديته مش لون. انت كده مش إيه؟ بني ادم طبيعي، انت ليه؟ روبوت. لا مش روبوت انت كده خالص، روبوت. بالعكس انت اللي حاطط نفسك عشان برشلونه جات لي فلازم اوافق على اي حاجه ايوه أنت يا تقولها. ابني. لا أيوة طبعا لا مش لا اي طبعاً. حاجه. خلينا انت نعمل حاجه حلوه. مم. الكومنتات بقى بتاعتك لسه في كومنتات. هخلص اللي انا اقوله. اه والله. طب بس اسال، اصلا ما فيش اصلا كده كده معظم البودكاست بتاعي اهلاوي. طب هقول لك على حاجه. انت كده بتفكر من وجهه نظر الاهلي أي. جدا، وانا ما عنديش دي لو حاجة انا طبيعية. لو انا وانا مش بشجع برشلونه عشان هروح اقول لك والله طب انا عايز هكمل- حمزة عبد هكمل الوهاب. كلامي بعد ممكن إذنك. اقول لك على تجربه شخصيه. هكمل كلامي بس بعد طب اذنك. ما هقول له بس انت راجل اهلاوي يا باشا صميم، وعندك بلاطه في النادي و10 على 10 تمام. طوبه. طوبه في في المعطوبه. النادي. انت يا باشا 10 على 10 تمام، مفيش مشكله خلاص. طيب انت ليه مش بتفكر في الواد الصغير اللي عنده 17 سنه ده اللي حياته بس هتتغير؟ ممكن بقى انا ممكن مالي بقى. معلش انا عطا. بالنسبه لي لا يا طب شاعر. ممكن بس كلمه خلاص واحده يا شاعر، أنا- ممكن يعني أنا كلمه بس- واحده. حياته هتتغير. أيوة. ممكن كلمه واحده يا خلاص. شاعر. أنا كنت بوصل رسالة انا عن بس. تجربه شخصيه. انتوا عارفين انا رحت عرفت في البرتغال. تمام. انا عشان النهارده كده. لما سافرت في البرتغال سافرت هربان. ليه؟ عشان برضو انبي راجع من بطوله افريقيا، عايزينك في الفريق الاول. طب يا عم هو انبي اصلا في حياتها بعد ما انا بطلت خلاص وقاعد معاكم في بودكاست عملت ايه في حياتها؟ ما عملتش حاجه. خلصوا عليا انا بس. ليه يا عم واخدين كاس مصر يا عم؟ خلوني هربت ولعبت بطاقه مؤقته، وبعدين في الاخر اتطلب الفيفا ورفعت قضيه وارجع تاني. طب انا رجعت ولا هم استفادوا مني ولا انا بقيت احمد عبد الظاهر بتاعهم يعني مثلا، وبطلت كوره وانا قاعد معاك. بس لو كانوا هم يا باشا وافقوا شرف من لينا، الأول. شرف لينا. انت لا والله لو هم كانوا وافقوا من الاول وانا راجع انا من بصراحه وأنا راجع من بطولة انا أفريقيا بصراحه في ضد عزي. فكره قالوا لي ان عشان سافر. اي نادي من كنت بره هتروح جاي كبير. مش يقول اي لي نادي يا شاعر. عيب اللي انت بتقوله ده. برشلونه. عيب اللي انت بتقوله. طيب مش انت عندك، طب ممكن اقول لك البروز من الموضوع ده. يعني انت كاهلي هي هتستفيد كلها ايه؟ بروز. وأنا كلها بحاول بروز. ما اشرح لك. فيهاش اي مشكله خالص. هو فكره لا. ان اسمه ارتبط بس ببرشلونه على قيمته السوقيه في اوروبا اصلا. حلو. انت اصلا استفاد عرفته. منها بقى. انت عرفته امتى؟ انت عرفته لما استفاد برشلونه منها جت لو سابت ما- عليه. استفاد منه ما هو بقى. خلي بالك هقول لك مش هو حاجه، انا بس لو ما كمان. اديتلوش برشلونه دلوقتي وجه حد تاني هو زي, ليه؟ زي مثلا سبورتنج ولا زي عشان طلعت اخبار ان سبورتنج لشبونه عايزاه وطلع اخبار ان بايرن ميونخ عايزاه حلو. برضه وممكن يدفعوا اكتر من برشلونه. حلو. هو مش رايح يستفاد من هنا؟ طب ما حلو. اه، انا قصدي اه، والست اه، شهور اه. دي فرقت فيه. طب لو راح 6 شهور 10 وما على خلاص. طب طب ما ده استراتيجي من الاهلي. لو راح جدع. 6 شهور وما جدع. خدوهوش يعني ما هي الاهلي استراتيجي من الاهلي كده هايل. الاهلي كده عظيم. ايوه والله خلي بالك العظيم الاهلي مش 10 هيبيعوا على لاي 10. حد في الاخر. ايه؟ 10 الاهلي على مش 10. هيبيعوا لاي ثانية حد بس. في الاخر. لا راح هيبيعوا. 6 شهور كده كده وهو الاهلي مش بيلعب مصدق مش مصدق. كده كده الاهلي هيبيعوا برشلونه في هو الاخر. مش كده كده. خلينا
بس ثانيه يعني كده بس كده اللون دي هتطلع لبرشلونه في الاخر، بس الاهلي هيكون عايز ياخد اللي هو عايزه. اكتر حاجه أنا عايزها. بالظبط، بتكلم ودي بس. حاجه على فكره طبيعيه على جدا. الترابيزه وخلي عادي بالك يعني. حتى يعني لو دي حاجه على خلي الترابيزه، بالك ودي برضه حاجه ادم دي هي حاجه برشلونه ما كملش بعد طبيعيه 6 شهور يا جدا. ايهاب يعني
ما ممكن يتاخد برشلونة من- كده ما ممكن كده يتاخد هتاخده. من سيفيا، ممكن يتاخد من بالظبط ريو يا باشا. فاليكانو، يا ممكن حبيبي، انت يتاخد من- حطيت برشلونه في السي في انت بتاعه. ليه مش قادر تفهم ان كده كده حمزه عبد الكريم هيلعب في برشلونه لانه كده الاهلي هيسيبه، بس الاهلي دلوقتي قاعد بيضغط ان هو ياخد انا اكبر برضو استفاده خلي منه. بالك أنا- النيجوشيشن ودي حاجه ماشي يا باشا، طبيعية. هياخد أنا له بقول لك شاعر ما عندهمش الحنيكه هياخد له الديبيت ربع الطويل مليون ده. يورو لا، زياده. عارف ليه عندهم؟ جدع. عارف ليه عندهم؟ ليه؟ عشان لحد دلوقتي هم لسه عايزين ولسه قاعدين مع الاهلي، انا بقى بقول لك فعشان كده هم عايزين. أنا ما بقول لك أعتقدش إن هم أوروبا- قاعدين. انا بقى بقول لك في لسه اوروبا ابراهيم فايق قايل باشا، امبارح ان هم إيهاب- لسه عايزين. إيهاب، انا بقى بقول لك في اوروبا عندهم كده تك. بس ده اللي أنا بقوله. بالظبط. وانا بقول لك يعني انت وانا بتقول بقول كده لك على كده فكره هيروح. انا مقتنع معاك ان الاهلي هيخلص، لا لا انا لا بقول لك بس هيخلص لو بايه؟ برشلونه ادت لهم ظهرهم لا ده مش هيرجع برشلونه تاني. بكره الصبح ممكن تقول لا، لك لا. عادي اتوتد. عادي خلاص انا حقهم. الملف ده قفلته. برشلونه في الاول وفي الاخر عبد الحميد حمزه هيطلع لبرشلونه. يا عم احنا بدل لو مش والأهلي هنضحك على بعضنا، هيستفيد ده أكتر. ربنا نافخ في صوره حمزه، وحمزه طبعا اصلا بني ادم عادي جدا. محدش يعرفه يا ابني. وحياه ربنا ما حدش إحنا بنضحك يعرفه. على بعضنا. ماشي. هو احنا بنعمل فسيخ شربات، بس هو كان فعلا- مرمي في القطاع بتاع الاهلي، ما حدش بيعمل فيه زي اي الباشا حاجه. لو سمحت. زي الباشا كان مرمي في القطاع، ما حدش يعرف عنه حاجه. ايه اللي زي دلوقتي عايز بس 3 أنا- مليون و4 مليون يا جماعة- والاهلي يا يا حبيبي جماعه انا شفته في افهم. الماتشات اللي بينزل افهم. فيها بصراحه افهم. الواد انتوا ليه مش مخضوض قادرين تفهموا؟ وواد عادي جدا يعني. يا عم هو الواد لا مش بس مخضوض. اكيد رمضان لا، لا، صبحي لا، يعني. لا، لا لا، الواد نفسيا متدمر لا، لا، برضه، لا. ما خلي لا، بالك لا، بقى لا، بيلعب لا. مع فرقه مش عايزه يودوه اكيد برشلونه برشلونه. شايفه فيه حاجه. ما اكيد. اكيد يا عم هو برشلونه في شايف كرة فيه أرض. حاجه أكيد. بس في كاس العالم كان يعني هايل. اكيد هو واد جامد. لا في كاس بس العالم كان انا هايل. اللي انا يا بقوله كان شفتوش هايل. والله. لا اللي انا شفت. بقوله ان حاجه طبيعيه جدا من اداره الاهلي ان هي عايزه تاخد اكبر استفاده من اللاعب بتاعها. صح دي عندك حاجه حق. بس طبيعيه دي حاجه طبيعيه، جدا. بس اللي انت وهي بتقوله مش طبيعي. ليه؟ اللي انت قلته ده دي هو بيتكلم عباره بلسان الاداره مش دي- بيتكلم هو اه، دي يعني. عبارة- لا ده بيتكلم دي عباره حلوه جدا اللي بلسان انت قلتها دي. موظف الاهلي في لازم يستفيد من اللاعب. لا موظف طيب، في حسابات ممكن في اقول النادي لك الأهلي. لا طب انا ممكن- حمزة معلش عبد يا عم، الكريم هو عايز- أنا- عايز 100,000 يورو. ايوه يا عم. ايه يا عم ايه الجو هو انا طب شغال في ممكن- الاهلي ليه؟ معلش هو انا شغال في شاعر. الاهلي ليه؟ يا باشا انا شاعر. شغال في الاهلي عشان عشان اعمل أب- اعمل اسم للنادي شاعر. الاهلي هو واعمل الاهلي اسم. طب ممكن- الاهلي بيعمل اسم، الاهلي النهاردة اوريدي عامل اسم. هو تريزيجيه لعب قد ايه في الاهلي؟ سنتين في سنتين. الاول لعب قد ايه في الاهلي؟ سنتين سنتين الأول. ونص. مش فاكر. لعب سنتين ماكسيمم في الاهلي. ماشي. بس النهارده عمال تقول ابني تريزيجيه. ما لا هو عشان عشان هو الأهلاوي. من ساعه ما اتولد بيلعب في الاهلي. ناشئين وبتاع. ماليش دعوه يعني إيه بالناشئين. يعني؟ طب ما هو حمزه عبد الكريم بيلعب في الناشئين، ده اللي انا بتكلم فيه. طيب طلعه ماشي. عشان تتباهى بيه بعدين. ماشي. عشان ما تفيد هو منتخب هيطلع مصر. ما هو هيطلع هو بيقول لك ان هو هيطلع. هيطلع بس طب بال 100,000 يورو لغايه اما برشلونه يقول لك يا عم فعلا زي ما بقول لك انت شحات يلا وانت خد مع السلامه ما خليهولك. ماشي. معلش ثانيه هو طب ده أنا الاتفاق في اي حته في العالم ممكن مبدئيا. اقول لك ده بس شاعر. مبدئيا ده اي حته في لا، العالم طبعاً. بيتفوق كده. شاعر، انت أفريقيا- كلامك صح. ممكن اقول لك على أفريقيا حاجه بيطلعوا بقى. ببلاش في الاول والمغرب بيطلع ببلاش. ايوه يا باشا. لا، دول باشا. ثانيا انا مطلعه الاول لا، وانا دي بعته دي حاجه ثانيه. وانا انت سبته بتتكلم فور في حته ثانيه فري. خالص. ما هو ممكن بتاعي. يعني دي ارد حاجة عليك irrelevant اقول لك اللي إحنا استفاده بنقوله دلوقتي. الاهلي ايه؟ اقول لك استفاده انت عايز تستفيد صح؟ مهم. مش انت انا عايز استفيد اكبر استفاده. مهم. ممكن اقول لك استفادتك ايه؟ قول لي. خلاص انت بتحرجم دلوقتي على ربع مليون يورو زياده صح؟ طيب انت عارف 4 مليون يورو دول كام مصري؟ يا عم مليون يورو يا عم 60 مليون جنيه مصري. طيب ما انت ممكن جبت مودست ضيعتهم فيه. ما انت ما تحسسنيش برضو ان ممكن- الاهلي ممكن عنده اقول مخ لك ذري. ما انت جبت مودست ده طلع عينينا ممكن وخد هقول لك مليون ومشي. انت هتستفيد من كام يا حاجه. عم باشا، اعتبر الواد جاب لك الغلبان ده. بطوله السوبر يا باشا. انت مودست هتستفيد جاب لك بطولة في السوبر يا كوارث. انت هتستفيد داري، مبدئيا أشرف من داري. من لعيب البيضة عنده الإصابات 17 ده. سنه. برونو هل سانشيز. انت مقتنع؟ ورد عليها بصراحه مش روبوت ها؟ هل انت ملهاش مقتنع؟ علاقة مش بالروبوت. اهلي بقى يا سيبك من يعني اهلي. هل انت مقتنع ان حمزه عبد الكريم ده هيلعب في الاهلي اني تايم سون؟ لا. لا. الاهلي فريق بيجيب مهاجمين يا باشا بقى مش هيلعب anytime لازم soon. سوبر لا ستار. ولازم يبقى مش جاب هيلعب، مثلا في مش الدوري هيلعب، مثلا مش 60,000 هيلعب، جون عشان مش هيلعب مش اني هيلعب. تايم يا عم سون معلش صح؟ يا اخو ايهاب هو مش احمد ياسر ريان ده مهاجم محترم. اه طبعا بيجي محترم في جداً، الاهلي بس عملوا كده. فيه ايه؟ يعني عملوا أنا فيه إيه؟ مش عايز معلش هو الراجل أصلاً خلي ما بالك- خدش فرصه الراجل أصلاً. هو كان مكسر بيلعب مع الدنيا موسيماني بره. يعني. خلي بالك احمد موسيماني ما كانش بيلعب لونز وطلع ورجع يعني لا. يعني بيعافر الراجل نفسه. خد الطريق الصعب فاهم؟ بس ما طبعاً. علينا يعني. الفكرة ان انت مهما هتبيعه لاي نادي هنا مش هيجي لك الرقم ده. مش يا يا باشا جماعة، بيع ايه؟ مش إحنا- هتبيعه لحد. هو انتوا انت ليه كمان طب انتوا ليه اكمل لك هو انتوا اكمل يا لك جماعة انتوا الاستفاده ليه انا ما مش قلتش. انتوا ليه مش سامعين؟ أنا عندي أنا انتوا ما ليه قلتش مش سامعين الاستفادة. اللي انا قول يا بقوله؟ كيمو. انا ما قلتش الاستفاده بس. ان هو اصلا ان ده ممكن يفتح باب للعيبه
اللعيبه بتاع ناشئين الاهلي إن أنت شكرا. 50 فانت ما تبصش شكراً. على لا انت ليه بقى مش شكراً يا باصص كيمو. ان كده كده ويفتح الأهلي هيطلعوا؟ هو ايه حبيبي، ما احنا الغباء بنقول ده؟ انه يا هيطلعوا. جماعه انتوا كلكم حاطين حاجه في دماغكم، انتوا عايزين تيجوا تقولوا ان يا عم الاهلي انت مش غلطان نقطة قوة وخلاص، عشان ان تقعد الاهلي تتكلم. غلطان وخلاص، ان الاهلي غلطان يا وخلاص، شاعر الأهلي عايز الأهلي بغبغانات غلطان. قاعدين تقولوا كده كده الأهلي كده، مش في نقطة لكن هي قوة. مش كده. الاهلي مش في نقطه قوه عشان يحط رجل على رجل. هو ما عندوش الأهلي مش نيمار برضه جونيور. يعني. لا هو معهوش نيمار جونيور عشان يقعد هي يتنك ملهاش ويقعد. علاقه بنقطه قوه ولا مش طب يا نقطة باشا قوة. الاهلي اقسم بالله العظيم لو ما انجز في الصفقه دي على طول، لا حمزه عبد الكريم هيقعد وهيبطل كوره كمان سنتين وهيجي يقعد معانا في البودكاست ده. ينور أكتر والله من كده. ينور والله. زيه احمد حمدي. احمد حمدي اودينيزي. مثلا
يا جماعه احنا بنهرج. أودونيزي جاله أودونيزي. اللي جاي في ناشئ في فريق. معلش هو احمد حمدي لما راح كندا عمل انا ايه؟ مش عايز اتكلم عن احمد حمدي، ابوس ايدك. هو عشان انا اقعد اخش في حوارات فرعيه، اصل انا عارف الناس دي، انا عارفهم. انت معلش انت كوكا ده لما هيروح لو عاوز يروح اهو دلوقتي ده لازم يطلع. هيسافر هياخد يا ريت. هيجي في كام؟ ولا أخره حاجة. كام؟ يا ولا ريت حاجة. والله. يا رب ولا يطلع، يا رب يطلع. كوكا ده وحش قوي. ليه يا باشا مستنى تاخد اكبر استفاده فيه؟ يا ريت والله، بس مش هيجي. خد لك 4-5 مش هيجي، ما هي دي الفكره، مش ين هيجي ياباني. مش هيجي فيه. لكن حمزه انا بالنسبه لي شايف ان انا اخد انت شايف احاول ايه؟ انت شفت حمزه بيلعب ده قبل كده؟ طيب ممكن اكمل لك بس موضوع الاستفاده ده. خلاص انت اول حاجه هتستفيد ايه من اللعيب؟ احنا اتفقنا ان انت مش هتلاعبه اني تايم سون، يعني الراجل قاعد عندك على الكنبه كده خلاص بيلعب في الناشئين وبتاعه جميل جدا. فهتستفيد ان واحد اصلا انت من حيث لا تدري ولا تعلم، واحد كده خلاص يا عطا عندي مش الحتة دي. هيلعب، هيتباع ب1,250,000 يورو، حاجه لا، ما كنتش تحلم بيها. اوبشن، حاجه دي اوبشن مش هيتباع. طيب انت يا باشا بعد 6 شهور دول اوبشن تو باي مينز ايه؟ ان لو انا اكتيفيتد الاوبشن بتاع ان انا اشتري اللعيب ده هدفع 1,250,000. ماشي فانت لو 6 شهور عدوا والفرقه عايزاه هتدفع 1,250,000. ماشي لو مش عايزاه هيرجع لك لعيب لعب 6 شهور في برشلونه. ماشي. بس فهل انت كده يعني والست انت شهور دول انت مستفيد مش هتلعب انت فيه، بقى مش كأهلي هتلعب ضريت أصلاً. فيه. قول النقطه الثانيه. ادي كده ايه حالتين انا شايف من وجهه نظري ان انت مستفيد في الحالتين. طيب ده اول حاجه. الحاجه الثانيه باشا ماركتنج بقى صرف، ودي لعبه الاهلي شاطر جدا في الحته دي بصراحه. دي حقيقة. بيعرف يماركت وبيعرف يعني حاجه زي دي هطلع منها يعني قصة يعني، كونتنت قصة يعني. رهيب. تمام. وابننا وحمزه عبد الكريم والكلام ده. ويصوروها في المطار وهو رايح. الحاجه وبتاع. الثالثه فاينانشال برضو، حقوق الرعايه يا جماعه انتوا برضو غافلينها. لا، حقوق الرعايه اللي معايشه المقاولين لحد دلوقتي ومعايشه وادي دجله لحد دلوقتي والكلام ده كله. انت على كل سنه قعدتها في البراعم والناشئين بتاعه النادي ده انت بتاخد منها نسبه فلوس. يعني الاهلي هيفضل يخش له فلوس من الراجل ده على كل سنه هو قاعده في النادي. فمثلا مرحله الفاونديشن او اللي هي مثلا البراعم يعني 3-4 سنين بياخد مثلا مش عارف 2% ولا 1% ولا 5% ولا وات ايفر النسبه من برسنتج يعني. ايوه بس ايا كان احنا من ليه فلوس برضه يا الراجل جماعه ده. عمالين معلش بس نفكر واحدة في واحدة. احنا فلوس بنقول فلوس فلوس ما عليه فلوس. هو الراجل بيكلمني فلوس لان هو صح عنده حق لازم هي يفكر يعني بفكر الكرة إيه المنظومه. يعني؟ 10 الكرة على إيه 10 يعني؟ انا معاك. هو في الناشئين هتاخد لك 7-8% وهكذا. فانت اصلا في الراجل ده اصلا البنديره الاهلي هتعد. صرف عليه كام يا شباب تمام. عشان تقعد تفكر فيها كده ما يعني. ولا حاجة. تقوليش المهم كده، يعني. ما تقوليش كده، ما انا مش فاتح يا ابني طب انا كلامي ده انت مش مقنع يعني ولا مش فاهم؟ ماشي. انا حاسس ان انا يعني لو بكلم خشبه كانت طب تقتنع. ما تكمل، انا مستنيك تكمل عادي، انا برد ما هو عليك. عايز ما إيه هو تاني؟ ما انا هو مش بقول مقتنع، لك هو انا عايز- بقول لك يبقى انت كده مستفيد بس هو يعني عايز 4 يطلع- استفادات من حد لا، هو- فعلا يا شاعر. مش أنت هيلعب. مش هتلعبه. لا هو عايز يطلعه لون ان شاء الله ب 100,000 يورو. لا. هو كده لا لا ميرفت لا، في انا ما الدور قلتش كده الثالث خالص، هتبقى مبسوطه. انا ما قلتش كده خالص، انا ما قلتش كده أمال إيه خالص. طيب؟ انا مقتنع بكل كلامك جدا. طب انت ايه مليون مش في المية. مقتنع بيه بقى؟ ايه بقى اللي مش مقتنع بيه؟ انا قلت انا لسه ما قلتش حاجه. ما انا يعني بقول لك إزاي؟ انا مستنيك. يعني ممكن بالراحه برضو بس. خلينا برضو اهدى معلومه بس يمكن بالراحة. ما قلتهاش. المفاصله دلوقتي في ايه؟ في نسبه اعاده البيع. الاهلي عايز تهيألي 20% 20 وهم عايزين 10. وهم عايزين 10 كل ده كلام واللي فارغ. هيصفصفوا يا على عم سيبك 15 من مش فارقة. الاوفر بقى كل ده كله، كلام انا عايز فارغ. اعرف بس ايه مشكلته هو. والاهلي عايز يعلي ال1,250,000 دول يخليهم 3 مليون. مثلا ما اعرفش ايا لا، كان كام، ما اعرفش بصراحه عايز كام. مليون 500. والمليون بس 500 كده. 250,000 يورو. فهي حنيكه يعني. يا عم ماشي، انت لا. خلاص انا فهمنا الاوفر، انت بقى معترض على ايه؟ انا مش معترض على اي حاجه، انا بالعكس انا بقول ان الاهلي قاعد ان هو عايز حاجه زياده، دي من حق الاهلي. بيطلع احسن يعني حاجه. ودي من الأهلي حق عايز يطلع الاهلي. أحسن. بيعملوا ماشي. يعني هم they confirmed بس هم مستنيين احسن حاجه. بالظبط. والاهلي ودي متمكنين ان مليون. هم ما برشلونة تحت ما رجليهم. يحصلش فجاه لا. ان برشلونه يقول لك خلاص انا قفلت الملف. ادم مفيش حاجه اسمها كده ادم. بس انا على في فكره حاجه انا اسمها في حاجه تفاوض. في حاجه في انا حاجة مش مصدقك اسمها- في فيها. تفاوض. إيه؟ انا لما قلت لك في الواد time frame انت برضه. كده بتفكر من وجهه نظر الاهلي وغافل الواد اللي عنده 17 سنه اللي ممكن حياته تتشقلب. قلت لي ما في داهيه الواد. لا، ما قلتش في ده يعني، اكيد مش قصدي مش كده. قصدي في داهيه الواد بس يعني قلت لي بس أنا مش قصدي بفكر انا في الواد، بتكلم بفكر انا في مصلحة بتكلم الاهلي. ما انا طبيعي اتفرج، انا مش بشجع حمزه انا عبد الكريم، مبدئيا أنا قلت بشجع لك الأهلي. ليه يا عم قلت لك تشجعوش؟ 4-5 مصالح للاهلي. هو طب حمزه ما عبد عشان الكريم بتشجع ده صلاح حمزه عبد الكريم ده لو في بقى ليفربول. محمد صلاح مش هتبقى لا. فرحان. ما بتشجعش صلاح. خرج من الاهلي يا باشا. لا يعني هو حمزه الراجل لو بقى حاجه انا بقول الراجل لك خارج انا من مقتنع الأهلي. بكل كلامك، بس انا مقتنع بفكره ان الاهلي، انا ما اقولش ان الاهلي غلطان ان هو عايز ياخد اكبر استفاده من الديل لا ده. لا ما هيبقى قلتش كده، غلطان مليون محدش في قال المية كده. لو لا الجيل ده انتوا ما كلكم تمش. بتقولوا كده اهو. لا طبعاً الاهلي هيبقى الأهلي غلطان لا لو هيبقى الجيل ما غلطان تمش. 100 لو اتحنك مليون في اللي انا لو بقول لك بيتكلم في ان 250 هو اللي انا يورو، عمال اقوله دي لك واللي انت حنيكة. عايز تحطه في دماغك، عايز تحطه في دماغك بقى عشان تطلع تشتم في الاهلي وتقول ان الاهلي ليه يا وحش بابا وتقول ان وانا الاهلي كذا. يا عم انا أنا- بقول لك ليه يا ان باشا وانا الاهلي جوز امي من في الاهلي في الاخر ايه؟
انت يعني يا انت عم احنا اهلاويه. طب ما انا طب اهلاوي. أنت مش ثانية، أهلاوي ثانية، أنت. انا انا بقى والله في الحتة اهلاوي دي. اهلاوي، بس انا عديت بالمواقف دي أنت- وعارف الواد انا حاسس بقول بإيه. لك لابس ان في أحمر أهو الاخر والله. معلش ثانية، أنا بقول لك إن أنت في- اتكلم في النقطة دي. ان انت في الاخر كام ناشئ في هو الاهلي، اي حد ينتقد الاهلي يبقى ثانية يا واحدة. عم كام وحش. ناشئ في الاهلي طلع والاهلي ما استفادش منه. انتوا كلكم ناشئين اهلي اهو كلنا. ما شاء الله. لا كتير سيبك مننا احنا، انا بتكلم دلوقتي بيلعبوا. فناصر ماهر انت ما استفدتش منه. هو ناصر ماهر يعني في الاهلي لما كان بيلعب ما انسى كانش بص أحسن هيطلع حاجة. لك على كل واحد هتقوله ناصر هيطلع لعيب لك كبير قوي. حوار. يعني ناصر اكيد احسن من قفشه. انت رحت اشتريت قفشه يعني وطلعت ناصر يعني فوت لا ليه؟ لا دي حاجه ايا كان يعني ده حاجه أيا- irrelevant خالص يا ريان، ماشي ليه؟ لان ناصر طلع لعب في الاهلي في السيم بس ما وطلع لعب استفدتش كذا منه. أيوة هو برضه طلع ما كان استفدتش وحش منه. يعني ما كان استفدتش وحش منه. يعني يا يعني أخي كان وحش معايا في الملعب لا، ما عشان كانش هو وحش. ناشئين في الاهلي اخليه لا خلاص والنبي عشان انت حالق عشان ممكن انت ناشئين تفكر أخليك. بطريقه سمارت ان انت يعني مش تطلعه طبيعي يعني. وتستفيد منه طب طالما ما انا ممكن. طلعته اعاره ورجع تاني انت طلعته اعاره فين، و- الجونه ولا لا، طلعته لا، اعاره؟ طب ما انا اعمل ايه يعني اروح اطلعه اعاره في برشلونه؟ أيوة، ما ده جاي حاجة. يعرف برشلونه. جاي لك مش يا عرب فاهم. برشلونه جاي اهو لك عرب بتتحلي. برشلونة. طب يا جماعه احنا قلنا نجيب بس شويه حاجات كده عشان ايه نروق الجو. انا قلت عشان- احاول ارشيهم ولا آه. حاجه يمكن لعلمك يخفوا على الاهلي قلبي المفروض شوية. يستفاد اكبر استفاده لعلمك. المهم قول يا عم اللي انت عايز تقوله من بدري ده. فبقول لكم ده نفس الكيس بتاعت صالح جمعه. صالح جمعه لما رجع من بطوله افريقيا كان واخد احسن لعيب في البطوله. النهارده انا المفروض خلاص هو في اكتر من، يعني معلش، في اكتر من دورتموند راح. كان ساعتها ليفاندوفسكي وجوتسي لسه جايب كاس عالم رويس وبتاع. وانت فكرك دورتموند. بقى ان صالح جمعه لو راح يعني كده يعني بهزر دلوقتي لا بس لو خلينا كان راح المانيا ده كان هنا في الاهلي ومدور كابتن سيد عبد الحفيظ والله كل والله الماتشات. والله ما تعرف ما تعرفش. هو كان لسه شاب صغير وكان لسه في وخلي بالك كان الدنيا. هم يظبطوا له وممكن اموره مش وممكن الكارير بتاعه لما كان راح دورتموند كانت حياته اختلفت. مين قال لك؟ طبعا كانت تختلف. كان مين بدل محلي بدل ما كان- يروح هنا نايل امبيريال ولا امبيريال صراحة ولا مش عارف ايه كانت- هيروح لا، هناك الكتاكيت هناك مختلفه. لا والله العظيم بتكلم بجد يا جماعه. ما خلي بالك، ما معلش، انت ممكن تبقى انت ماشي في اتجاه يا تمام عم هو بشخصيه صالح جمعه ذات نفسه والمود يوديك في اتجاه تاني. لا هو صالح جمعه ذات خلي نفسه بالك تقول حاجه ايش الأهلي- بديش. الاهلي اوفر مفيش إيش اللي صالح كان بالنسبه له اي فرقه في مصر بمنتخب مصر بالكلام ده كله هو اوفر كواليفايد عليهم، ودي حقيقه. صالح صالح لعيب جمعه كبير صالح أوي. لعيب كبير صالح قوي. جمعه هو طلع ذات نفسه قال لك انا يا ضيعت جماعه. نفسي طب يعني. معلش اقول لك على هو حاجه. صاحبك صح؟ لا سيبك من صاحبي، اقول لك على حاجه. مش الناس صاحبك؟ كلها هتطلع تهاجمني دلوقتي. اقسم بالله العظيم كواليتي صالح جمعه اجمد من، يعني الوحيد اللي اجمد من كل الجيل بتاع 2006 و2008 و2010. الوحيد اجمد منهم. بس خلي بالك انت كده خلي خلي بالك بالك. أصل صالح كده- بتخبط كده في بتخبط لا، لا، في لا، أبو تريكة أنا- مثلا. أنا- لا، لا، لا. بتخبط في ابو تريكه لا صالح خلي بالك إمكانياته- ابو تريكه بس خلاص. مش زي ابو تريكه امكانياته اعلى. اعلى امكانياته اعلى طبعا. لا صالح جمعة جمعه بيلعب ربنا بيمينه بقى مع- وشماله. لا 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 صح. طب يا طب اقول جماعه لك على حاجه لا، صالح لا، يا جمعه جماعة، ده لا بس عيني ما عيني تقولش- عيني ما عيني تقولش. مش مصدقك يعني. اه أقول لك يعني على يعني حاجة. ما ماشي، تقولش ما عيني هو ايه قلت عينك مش مصدقه لان ولا أنت عيني شفت ولا قلبي ولا شفت ولا أبو تريكة وشفت لا، صالح؟ صالح جمعه. اسال صالح اي عامل حد زي اتمرن. شركي كده. لا بص طبعا يا بص جماعه بص لا طبعا يا ما جماعه شفتش. لا، لا، ما لا، شفتش. لا، أنا لا. شفت. بص يا عطا ما شفتش ده بعيني. انا شفت هو اللي ما ورانيش ده. هو ايه يا جماعه ده شفته. ده انتوا اللي انتوا بتقولوه ده كفر اسال اي حد لعب يعني مع صالح جمعه ولعب مع عهر أبو تريكة، كروي لعب مع الاثنين دول في الجيل ده. لو ما قالكش ان كواليتي صالح جمعه اعلى كواليتي جت في تاريخ مصر. لا طبعا مستحيل. لا طبعا لا مستحيل انا أقتنع. ده هو صالح جمعه ذات نفسه هيقول لك ايه اللي انت يا جماعه بتقوله ما تقولوش كلام. لا، أنا مش- مع مش آدم. منطقي لا يا لا جماعه. لا طبعا يا جماعه ابو والله تريكه مع- طلع ايه يا وهو جماعه 26 احنا شفنا سنة. ابو تريكه وشفنا صالح ايه يعني خلي ايه بالك يا صالح شفت ابو ده- جماعه تريكه وشفت صالح عامل صالح ازاي. ده متاسس مش جامد احسن من ابو أوي. تريكه خالص شفت صالح وهو 16 سنه. يعني وانا مالي 16 سنه يا حبيبي انت ما شفتوش هو بيلعب في ايه. انا مالي يعني انا ايه؟ ليه انا شفت أنا هو برضه بيلعب خلي معايا بالك- في الاهلي وشفت هو خلي- بيلعب لا، معايا لا، في لا، مش عارف لا، ايه أنت- وشفت يا وشفت جماعة انت بتقارن حاجه بحاجه. انا انا بتكلم بتكلم كمشجع. مش لا كمشجع انا بتكلم كمشاهد. انا خلي بتكلم بالك. ككواليتي انا مش لعيب. بتكلم أنا في الآخر- بتكلم كمشجع انا عيني شافت ده وشافت ده. ايه يا جماعه وشافت حبيبي ده احنا أبعد من بنتكلم ده. خلي بالك ككواليتي انت شفت لعيب. صالح انت وهو شفته في من- الناشئين. انت شفت دي صالح حاجه مش في الناشئين. ثانيه. انا شفته في الفريق الاول وهو واخد كاس مصر مع انبي في مالدينوفو وعنده 16 سنه. شفته هو واخد كاس عالم، لاعب كاس عالم ناشئين. إيه شفته هو يا- لاعب اولمبي. أي شفته هو لاعب. على اي راسي. حاجه لا، يعني لا، اي لا، حاجه على راسي، ما على يجيش راسي. جنب ابو تريكه اصلا يعني حبيبي ابو تريكه اللي بروزه البطولات. انت انا بتكلم ككواليتي ما إيه؟ بتكلمش لا، لا، على ادهم مسيرة. ثانية بس. لا بس هو- معلش أدهم. معلش أبو معلش تريكة- معلش هو ابو تريكه ولا شيكابالا ككواليتي. كواليتي كوره. ايه كواليتي كوره آه، ايوه لا، كواليتي ده- كوره. ده لعيب.
لعيب وده لعيب لا مفيش يا جماعه، مفيش حاجه اسمها كده، ده في لعيب كواليتي وده كوره لعيب. الاثنين إيه ده يا لعبوا في جماعة؟ نفس لا المكان. لا 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 طب إحنا- نفس المكان ازاي يا ابني؟ ده 10 وده 10، ايه اللي نفس المكان لا إزاي؟ شيكا ما لعبش لعب 10 هاف. هاف. لعب هي هاف. ايوه أدهم. ده لعيب حلو. وده لعيب. طب حلو. انما صالح جمعه لعب بس 10 ابو تريكه مهم وابو تريكه لعب 10. وليد سليمان ولا شيكابالا؟ لا شيكابالا طبعا. ككواليتي كوره. لا شيكابالا طبعا. شيكابالا. شيكابالا صح؟ شيكابالا تمام، طبعا. ما ده اللي انا بتكلم فيه. انما بس وليد ما تجيش وليد- حد، ما تقولش وليد- ان هو لا هو شبه ابو تريكه مش اله.
ابو تريكه مش اله مش مش اله إله يا محدش باشا. اله ابو بس تريكه بس- مش اله لا وابو مش تريكه إله، على بس فكره يعني مش عادي. ابو تطلعش من تريكة- بقك. حبيبي ابو تريكه اتبروز بقى عشان هو جاب اجوان في ماتشات حساسه. لا طبعا عشان هو لعيب لا مهم يا طبعا آدم. عشان هو ماشي، لعيب لعيب فاجر. مهم، بس انا بالنسبه لي برضه لا، مش قصدي عشان حاجة. أبو في تريكة لعيبه لعيب كتير فاجر. يعني عبد الستار صبري اجمد منه، محمد زيدان اجمد منه. أيوة انت يا كنت باشا، بتتكلم ده انت ده كنت مهاره بتقول محمود عبد الحكيم اجمد انت يا باشا بتتكلم ما هو كورة بالظبط انا مش يعني، بتكلم في فاهم؟ الكوره، لا مش محمود عبد الحكيم، مش لدرجه محمود عبد الحكيم، بس انا بتكلم لا محمد زيدان لا محمود عبد الحكيم مهارته احسن من ابو تريكه ابو بس. لا ابو عادي. تريكه كمهاره برضه مش كلاعب مش ككواليتي، ما هو انما بالظبط. محمد زيدان كواليتي اجمد من ابو تريكه. انت انا شفته هنسحب وهو من مبطل. الحوار ده يعني بصراحه صلاح يعني. وهو ما درجة انا بقول أولى. لك اللي عيني شافته. انا برضه ادم خلي بالك، انا بالنسبه لي صالح جمعه وعبد الله خلي جمعه بالك انا هم قلت مزورين. انا قلت الناس كلها انا قلت الناس كلها هتهاجمني لان الناس ما شافتش ده من صالح. لا انا معاك، ايوه انا شفته بس شفته يمكن لما كان انت- بيجي انا عشان يلعب كده بقول لك ضدنا بس يمكن وكده. انت صالح شفت. صالح كواليتي جماعه مش ممكن بس هيتقارن. انا اسف صالح والله بس مزور. ما حدش يخش في الكومنتات يشتم ادم على اللي هو صلاح مزور بيقوله وعبد الله ده. مزور. يعني ده أياً صعب كان جدا يا يعني. إيهاب، ماشي أياً انا بتكلم كان، ان هم ملهاش شافوه وهو علاقة. برضه كبير. ايوه هي دي الفكره. صغير. ملهاش علاقه. احنا قارنا ده وقارنا أنا ده، ده ما بتكلم يجيش جنب ابو تريكه حاجه. كمسيره طبعا. يعني انا فيعني بتكلم بس في صالح في نقطه واحده. صالح لما مشي من الاهلي وراح سيراميكا، دي احسن سنه احمد عملها في حياته. عشان كان بيلعبه. لا هو صالح كان يعني صالح كان بيبقى ظهره للملعب اصلا، وتلاقي يا احمد جماعه انا حضرته وانا ماشي. انا في حتة أنا- تانية. ده ما يديش حاجه خالص ان هو يبقى جنب ابو تريكه في اي حاجه. يا طب اقول لك على حبيبي، حاجه، احمد وخلي احمد بالك ده- احمد ده لو مش- طب كان اقول لك بيلعب مع حاجه ابو بقى، تريكه. خلي بالك احمد انت بقى لو كده- لعب ورا لو تريكه بقى لعب ورا احمد ماشي يا انا مش شاعر. بقول انا مش بقول يا شاعر يعني إحنا- يعني يا هو انا جماعه بقول هو انا بقول إن- مقارنه هو مش اصلا بيقول وأنا- إن هو وحش. هو انا بقول ابو مقارنة تريكه أصلاً وحش. ولا احنا لا. بنقول ان صالح وحش. ولا احنا بنقول ان احنا صالح بنقول وحش. ككواليتي لعيبه كوره الاثنين جامدين، بس انا بالنسبه لي انا شفت الاثنين في الملعب وشفت ده وشفت ده. بس أنا انت برضه ادم برضه ما لعبتش مع ابو تريكه. يا حبيبي ما لعبتش ابو تريكه بس شفته. ولا طول تلعب مع ابو تريكه اصلا. وانا شفته انا شفته. لا انا ضد على انا حاجة. ضد التعظيم في اي حد. بس اقول لك على لا حاجه يا باشا وانا يا معاك. يا باشا الاهلي ما وقفش على على ابو فكره تريكه. انا معاك بالظبط. صح. عادي بالظبط. يعني. التعظيم بس- غلط. بس- التعظيم بقى غلط. انا معاك شخصية بس ما بس- ينفعش اقول شخصيه ابو إن صالح تريكه أقوى شخصيه من صالح. ما طبعاً. ينفعش اقول ان صالح طبعاً. في الملعب احلى من ابو تريكه يعني. يا ابني في الملعب. طبعا. يعني انت مثلا كمدرب ما وعندك تقدر يا صالح. جماعه انا بتكلم ككواليتي لعيب، بتكلم مثلا يا مين جماعة، اسرع، هو انا هفهمكم مين دلوقتي. بيلعب برجليه الاثنين احسن، ككواليتي. مين انا اللي عيني شافته من صالح واللي عيني شافته من ابو تريكه أبو تريكة لا كامكانيات. طبعا انت مش امكانياته ككل حاجه عطى ابو تريكه في حته تانية. علشان طب أنا- هو برضه ما شافش صالح. بس يبقى انا إيه؟ يبقى وأنت انا ما يبقى انا شفتش قارن ما شفتش صالح بايه؟ فين، ما هو انت بيلعب. انت ما عشتش معاه. يبقى انا قارن عايش بايه معاه يا اعمل ايه؟ إيهاب؟ وانا جوز خالته عايش معاه. يا ابني هو عايش معاه في الكوره. ايوه ايهاب انا مالي هو إيهاب، عايش معاه، انا إيهاب، شفت اللي ازاي قدامي. تقنعني شاعر، بحاجه انا ما شاعر. شفتهاش؟ بس فاهم خلاص. قصدي؟ ثانيه بس هو عمرك ما هتوصل هو لحاجه. ثانيه بس هو مين؟ انا مش بقنعك. ما انا اكيد مش انا مش بقنعك بحاجه وعمري ما هقنع حد. انا النهارده وانا بتكلم النهارده وحد بيسمعني هو مش هيصدقني لانه زي ما انت بتقول هو ما عاش معايا. وما بالظبط. شافش أنا هو بس أنا زي ما زي شافش اللي بي- الحاجات بس اللي انا انت بتكلم شفتها بس انا لصالح. بتكلم على كواليتي لعيبه. انا بقول لك في ساعات شفت الكوره الكوره في حته ثانيه خالص. الكورة بتظلم. حاضرين حاجه. صح. احمد رفعت الكورة الله بتظلم. يرحمه. احمد رفعت الله الله يرحمه. يرحمه. الله يرحمه. تمام. ده من اجمد اللعيبه اللي لمست طبعاً. كوره في تاريخ مصر. دي حقيقه. ما لعبش ولا اهلي ولا لعب زمالك ولا كسر الدنيا مع لعب منتخب صح. مصر. أنا قصدي ما لعبش يعني ما خدش معاهم صح، بطولات صح، صح، وصولات وجولات، ما خدش حقه في الكوره. الراجل ده ككواليتي انا ممكن اعد لك كل اللي لعبوا في اماكنه هو اجمد منهم 100 مره وبشهادتهم. دي بس حقيقة. هم مش هيطلعوا يقولوا كده في الاعلام. طلعت يوسف مثلا يعني هو ولا كهربا مثلا؟ لا هو طلعت لا، هو يوسف طبعاً. مثلا ماشي طلعت يوسف أنا اللي مرنه في يعني اتحاد يا سكندري جماعة، قالوا له مين احسن لعيب دربته في حياتك؟ قال لك احمد رفعت. احمد رفعت. عشان حضره وعشان لعب معاه. هو طبعا لعيبة- يستغرب مين؟ لعيبه لا لا درب وقديم في الدوري المصري وراجل وكان لعيب جامد اصلا. يعني. بس اللي انا بتكلم فيه ان في حاجات المسيره بتظلمك. ايوه هو معاك. ما اتظلم في مسيرته ما اديتك بس ما مش خليتوش هو قاعد دلوقتي تتكلم عليه زي ما انت بتتكلم على ابو تريكه. لا بس هقول لك حاجه، بس. مش هو اللي اتظلم، هو اللي ظلم نفسه. يعني مش ده هو اللي صالح بقى. انا بتكلم يعني هو اللي صالح ظلم ظلم نفسه. نفسه ورفعت بالظبط. اتظلم. طيب. ماشي انا معاك. انا هفهمكم وجهه نظر ادهم. هو بالنسبه له لو الاثنين موجودين هيختار ابو تريكه 100%. اكيد 100%. عشان بس ارجع بقى لدنيانا هنا لا، بقى، ارجع عشان- للدنيا معانا، عشان- ارجع على الارض هو كده. على الارض يا حبيبي. عشان منتاليتي وعلشان وأبو استمراريه تريكة- وعلشان كواليتي وعشان كل حاجه. لا بص أبو بقى تريكة. انا هقول لك كمان ابو تريكه في الملعب افيد بكتير من صالح. ابو تريكه ممكن هداف عن صالح بكتير. طبعا ابو تريكه بيخلص ماتشات. طبعا ابو تريكه تقيل قوي في الضغط. خلي بالك هم شخصيتين مش ضغط ان مختلفين. انت تدافع، هم في شخصيتين الضغط مختلفين.
طب هو البريشر انتوا العصبي. بتحاولوا يعني انتوا احنا بتردوا على بنتكلم بقى نفسكم في بني ادم يعني انت بترد يعني على مثلا احنا بنقارن بني ادم ببني ادم. انتوا بتردوا على نفسكم. انتوا دلوقتي قلتوا كل حاجه ترجح فكره ان أنا ابو تريكه قصدي- احسن من أنا من قصدي- صالح. ايوه أنا ما قصدي احسن انسى- منه أنا طبعا قصدي في انسى- الكوره، انسى بس شاعر لعيب الأسامي. كوره يعني عنده امكانيات اكتر. يعني صالح بيلعب 6 بيلعب 8 وبيلعب 10
وممكن يلعب هاف. خلينا ننتقل من الحته دي عشان دي مش نرجع تاني للموضوع. لا ما هو خلي بالك حمزة. انا قبل ما ابداها اصلا قلت ان محدش هيصدقني. لا سيبك كمان من موضوع تمام. حمزه، تعالى ننقل على حاجه تانية. كفايه حمزه فعلا، عشان حمزه انا بس كنت عايز اقول حمزه اصلا إن مش يا هياخد جماعة اللاعب ده قولوا لنا كله بقى. في برشلونه يعني. قولوا لنا في الكومنتات الاهلي ليه الحق ان هو يطلع باكبر استفاده من هو كده هيسيب كده كل كده الناس كده هتبقى معاك يا هيسيب، شاعر هتقول لك وبتاع، كده فعادي. هيسيب لا، إن شاء حمزه الله. يطلع لبرشلونه. احنا هنشتغل على الوعي الجديد والله. انت كنا ماشيين كويس قوي مع الجمهور لحد ما قلت موضوع صالح ده. مش انا مقتنع بيه على فكره. انا كده يا جماعه، بس قولوا أنا لنا في مقتنع الكومنتات بيه ان كده 100%. الاهلي هيسيب حمزه في الاخر يطلع لبرشلونه، بس هل من حق الاهلي ان هو ياخد اكبر استفاده من الديل ده ولا لا؟ يعني هم الشباب هنا شايفين ان هو لا، اول لما برشلونه تيجي تقول لك هات حمزه يلا اطلع عشان انت لا ده مش حقيقي. هو ايه لا، مش الاعلام إحنا، ايه ما قلناش الاعلام كده. الفاسد ده؟ اللي انت كذا. ايه وانا رايي ده إن هو إعلام الأصح فاسد يا باشا. طبعا. ايوه طبعا. بص إن- وصلوا اللي هو ولابس ابيض وهيطلع جناحات. دول قالوا يا باشا إن الاعلام عادي الفاسد. يعني ان انا كمتفاوض احاول اطلع باكبر استفاده من الديل، دي حاجه طبيعيه جدا وفي كل العالم. عايزين تتكلموا في ايه تاني؟ قفل يا باشا. كده زي الفل. ودي كانت حلقتنا النهارده من البودكاست توتو كوره. بشكر عطا، بشكر ادم، بشكر ريان. معلش على اي اراء اتقالت في البودكاست مش عاجبه الناس، بس هو ده حال الكوره في مصر وده حال كل الناس. ما تنسوش الشير واللايك والسبسكرايب لتوتو كوره، ولو اي حاجه مش عاجباكم في البودكاست او حسيتوا ان هي مش قد كده طبعا يا ريت تقولوا لنا. وشكرا ليكم.